إن شاء الله نبداو اللقاء ديالنا المباشر الثالث في إطار مبادرة ديال البيزنس بالدارجة اللي انطلقت هاد الشهر هذا مع البداية ديالو. كانوا عندنا مجموعة ديال المتدخلين في مجموعة ديال المجالات، واليوم غادي يكون معنا السي الحسين حديوي، المنسق الجهوي ديال وكالة التنمية الاجتماعية لجهة طنجة تطوان الحسيمة، اللي غادي يهضر لينا على مجموعة ديال البرامج اللي كاينين على مستوى الوكالة، ديال الدعم، ديال المواكبة، وخصوصا اللي كيهموا المقاولة الاجتماعية أو التعاونيات والجمعيات اللي كتشتغل في المجال الاقتصادي. وكذلك غادي نهضروا على واحد برنامج وطني ديال نفس الوكالة، اللي هو مغرب مبادرة، اللي في الحقيقه بزاف ديال الناس ما عارفينوش شنو هو. اليوم غادي نعرفوه مع السي الحسين حديوي، غادي نعرفوا بزاف ديال لي ديتاي عليه، بزاف ديال كيفاش نديروا نستافدوا منه، شنو هو شنو هي المغرب مبادره، فين كاينه بالضبط، واش كاينه في الجهات كل هذا المغرب ولا شنو هي الجهات اللي كاين فيها هذه المبادره هذه. وكذلك غادي نتعرفوا على البرامج ديال الدعم والمواكبه اللي كاينه دابا حاليا، يمكن خلقتها او لا الوكاله، ولا حتى واش كاينه شي مقاربه جديده الوكاله خلقتها باش تقدر تعاون بها المقاوله الاجتماعيه ولا المقاوله بصفه عامه ولا التعاونيات، ولا في ظل الجائحه ديال كورونا وديال هذه الازمه هذه اللي كتمر بها البلاد ديالنا ان شاء الله. غادي نعطي الكلمه للسي الحسين حديوي باش يهضر لنا على شنو هي بعدا. هو الاول سي الحسين، شنو هي الوكاله ديال التنميه الاجتماعيه؟ حنا بغينا نبسطوا المعلومه، بغينا الناس كلهم يعرفوها ويتعرفوا عليها من خلال هذا الفيديو هذا، ما تبقاش مختصره غير على الناس اللي يمكن ديجا تعاملوا معها. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. في البداية كنبغي نشكرك أستاذة ياسمين على الدعوة ديالك باش عطيتني الفرصة على أساس أننا نهضروا على وكالة التنمية الاجتماعية، البرامج اللي كتشتغل عليهم، وخاصة كما قلتي أننا نركزوا أكثر على البرنامج ديال المغرب مبادرات اللي كنستهدفوا به جميع الشباب الحاملين ديال المشاريع أو خلق المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا. بالنسبه لوكاله التنميه الاجتماعيه، هي مؤسسه عموميه اللي تابعه تابعه الوزاره ديال التضامن والاسره والتنميه الاجتماعيه، يعني تحت الوصايه، ماشي دونك تحت الوصايه ديال الوزاره. تحدثت تقريبا في السنه ديال 2000 وبدات الاشتغال في 2001، وجات هي مؤسسه الحقيقه اللي جات مع حكومه ديال التناوب، اللي بالمناسبه كنبغي نعزي، والحقيقه كنتاسفوا على ان المغرب ضعف واحد الشخص اللي هو السي عبد الرحمن اليوسفي، اللي كان من ابرز الوجوه السياسيه اللي عرفها المغرب في التاريخ المعاصر ديالو في المملكه المغربيه. دونك الوكاله التنميه الاجتماعيه جات مع مع الحكومه ديال التناوب، اللي وجات في ظروف، واحد الظروف ديال ان كانت المؤشرات الاجتماعيه هابطه بزاف. كما كتعرفوا ان مجموعه ديال الدول في طريق سائر النمو انعرفت في ذاك ما يسمى بالبرنامج ديال، خاصه في السنوات ديال الثمانينات، البرنامج ديال اعاده الهيكله لي بروبليم داجوستمون ستركتورال، تعطات الاهميه اكثر للجانب الاقتصادي على الجانب الاجتماعي، مما ادى انه خلق واحد العدم ديال التوازن، وخلق لنا بزاف ديال الجيوب ديال الفقر. من هنا كان ضروري من ان الدوله خصها تفكر في شي حاجه وتعطي الاهتمام اكثر بالجانب الاجتماعي. ومن هنا جات خلق ديال المؤسسه ديال وكاله التنميه الاجتماعيه اللي تعطت لها كمهام هي المساهمه مع البقيه ديال البرامج اللي كانت في التخفيف من المحاربه ديال الفقر والهشاشه، مع بطبيعه الحال ديال جميع المتدخلين. اذا كان هذا هو تقريبا السياق العام ديال الاحداث ديال المؤسسه ديال وكاله ديال التنميه الاجتماعيه. وجات ديك الساعه باش تحقق الاهداف ديالها، كانت كمؤسسه جديده اللي خدات العاتق ديالها انها تخدم في هذا المجال الاجتماعي، فكانت تبنات مجموعه ديال المقاربات
اللي كانت مقاربات كتبنى على المقاربات التشاركيه، على اساس ان انطلاقا من ان ما يمكنش نفكروا في بلاصه الاخرين، وانما خصنا نفكروا مع الاخرين، لان كما كيجيو كما كيقول احد المفكرين ان التفكير ليا بدوني فانك كتفكر ضدي. فهنا جات انها تبنات خصنا نخدموا بمقاربه تشاركيه، اننا نفكروا مع الناس ويكون البرامج تصاعديه ماشي تنازليه، ماشي نجلسوا على المستوى ديال الرباط ونفكروا شنو ممكن نديروا في الحسيمه او شنو ممكن نديروا في واحد المنطقه نائيه. من هنا جاء ان خصنا نفكروا بطريقه تشاركيه مع الفاعلين المحليين ونبنيو برامج اللي كتستهدف بالضبط الفاعلين المحليين، خاصه الفئات الهشه، لان كنتعطى الاهميه كبيره للفئات الهشه. وعلى هذا الاساس كنا خدمنا في البدايه ديال الوحده ديال وكاله التنميه الاجتماعيه، خدمنا بواحد 3 ديال المحاور استراتيجيه اللي كانت كتشتغل عليهم وكاله التنميه الاجتماعيه في ديك الساعه. تقريبا كان المحور الاستراتيجي الاول هو البنيه التحتيه الاساسيه، وخدمنا في مجالات كالتعليم كالصحه كالطرق القرويه الى غير ذلك. ديك الساعه كانت وكاله التنميه الاجتماعيه خدمات في هذا المجال. كاين المجال الثاني اللي هو الانشطه المديره للدخل، على اعتبار ان ما يمكنش نوفروا كاع السيد السبيطار او نوفروا المؤسسه التعليميه او لا سميتو الا ما كانش عنده واحد الدخل، فما يمكنش يولج هاد المرافق الاجتماعيه، وخصو واحد الدخل باش يقدر يشري الوليدات ديالو. فمن هنا كان التفكير في مجموعه ديال المشاريع مديره الدخل، فخدمنا مع مجموعه ديال التعاونيات. ثم كان المحور الثالث هو البرامج اللي عندها العلاقه بما هو اجتماعي، وكانوا الشركاء الاساسيين، ويمكن كانت من بين المؤسسات الاولى اللي خدمات ديك الساعه مع الجمعيات، جمعيات المجتمع المدني مع التعاونيات ومع الجماعات المحليه، خاصه الجماعات الترابيه اللي كاينه على المستوى المحلي. فكانت يمكن المؤسسات الاولى، لان ديك الساعه فاش كنا كنشتغلوا بالمنطق ديال الشراكه، ماشي يعني عقد شراكه ما بيننا وبين الجمعيه، وكانت الثقه التامه في الجمعيه. وخدمنا مجموعه البرامج اللي نزلناهم عبر جمعيات المجتمع المدني. وكنا ديك الساعه فاش كنتلاقاو مع قطاعات اخرى ولا فاعلين اخرين كان كيقول لك واش كديروا الثقه انكم تديروا الفلوس من الجمعيه باش على اساس انها تشتغل. الحمد لله ان حاليا ولا كلشي كينزل البرامج ديالو عبر جمعيه المجتمع المدني. هذا اللي بغيت نقول منه، على اساس ان كان جمعيه المجتمع المدني كان شريك اساسي منذ الاحداث ديال وكاله التنميه الاجتماعيه في التنزيل ديال البرامج ديالها، خاصه على الصعيد المحلي. كانت كذلك ان وكاله التنميه الاجتماعيه قدرت تموبيليزي، يعني تحسس مجموعه ديال الشركاء، لان كانت الميزانيه ديال وكاله التنميه الاجتماعيه قسم كبير منه كان كيجي واحد القسم من الدوله، ولكن القسم الكبير كان كيجي مع الشراكات مع المنظمات الاجنبيه. فخدمنا في البدايه تقريبا مع البنك الدولي، مع الوكاله الفرنسيه للتنميه، مع الاتحاد الاوروبي، مع صندوق الامم المتحده. فكان ميزانيه كبيره كانت كتجي وكاله التنميه الاجتماعيه في اطار الشراكه ما بين وكاله التنميه الاجتماعيه، على اساس ان الوكاله جات بواحد التصور جديد، حتى في الطريقه ديال التسيير ديالها والطريقه ديال الحكامه ديالها. ففي الحكامه ديالها كانوا عندنا مجموعه ديال اللجان اللي كنا كنصادقوا على اساسهم المشاريع اللي كانت كتقدم بها الجمعيات. فكان عندنا ديك الساعه واحد الشعار كنا كنخدموا في وكاله التنميه الاجتماعيه، ان وكاله التنميه الاجتماعيه ليس لديها مشروع وانما تدعم المشروع ديال الاخرين. يعني ان الناس المحليين اللي خاصه جمعيات المجتمع المدني او التعاونيات هما اللي كيقترحوا المشاريع اللي ممكن تصلح وتخدم المجال اللي كيشتغلوا فيه، وحنا كندرسوا معهم وكندعموهم وكنواكبوهم الى غير ذلك. في التكوين كان من بين المحاور الاساسيه اللي خدمت عليهم وكاله التنميه الاجتماعيه في ديك الساعه، كذلك تقويه القدرات ديال الفاعلين. وكانوا عده برامج ديال التكوين اللي دارت الفائده الجمعيات المجتمع المدني، الفائده التعاونيات، والفائده الفاعلين، خاصه الجماعات الترابيه اللي كتشتغل على الجانب المستوى المحلي. تقريبا هذه اشتغلنا بهذه المقاربه اللي كنا كنسميوها مقاربه الشباك، لان كما قلت كنا كنقولوا ان وكاله التنميه الاجتماعيه ليس لديها مشروع انما تمول المشاريع الاخرين. فاشتغلنا في هذه المقاربه الشباك تقريبا حتى لسنه 2005 كانت مجيء ديال المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، وتقريبا
خدات واحد حيز كبير ديال لا الاليات لا الطريقه لا الى غير ذلك باش كانت كتشتغل الوكاله التنميه الاجتماعيه. خداتها المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، والحقيقه في ذاك الاول كنا خدامين مع المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، وكانت اتفاقيه شراكه ما بين وكاله التنميه الاجتماعيه والمبادره الوطنيه للتنميه البشريه، وخدمنا معهم في ذاك الاول. في ديك الساعه كان شعار اخر الله يذكره بخير، كان من بين لي فونداتور ديال وكاله التنميه الاجتماعيه السي كبيره، وكان الشعار الثاني اللي كنا كنخدموا به هي ان وكاله التنميه الاجتماعيه اون ترافاي بور ديفينير اونيتي. كنخدموا في واحد المجال كنقويو القدرات الفاعلين المحليين ملي كيقدوا هما يخدموا به وكيكونوا اكتسبوا المهارات باش يخدموا في ذاك المجال، كنوليو حنا اننا خصنا نمشيو نفكروا في مجال اخر. دونك انطلاقا من مجيء المبادره الوطنيه للتنميه البشريه في 2005 بدات الوكاله التنميه الاجتماعيه كتفكر انها كتخدم مقاربه اخرى. انطلقنا من مقاربه الشباك او مقاربه المشروع الى مقاربه ترابيه، والمقاربه ديال مقاربه البرامج من ابروش بروجي لابروش بروغرام. يعني ديك الساعه لان حتى في درت اونيفالياسيون وكذلك بالنسبه للمشاريع اللي كانت دارت في الوكاله الاجتماعيه، كان ديك الساعه وصلنا تقريبا لواحد 2000 مشروع على الصعيد الوطني، وكنا كنطرحوا سؤال احنا خدمنا في 2000 مشروع مع تقريبا الجمعيات المجتمع المدني والتعاونيات والجماعات تقريبا على الصعيد المغربي كله، وكنقولوا واش بالفعل راه حنا خدامين كنديروا التنميه الاجتماعيه. وشنو اتضح بان المناطق والجهات اللي كان فيهم المجتمع المدني ديناميك يعني استفد بالحصه كبيره ديال المشاريع ديال وكاله التنميه الاجتماعيه، والمناطق اللي ما كانش فيها المجتمع المدني يعني حركي ديناميك وموجود بزاف ما كانش عندنا فيه المشاريع هذيك المنطقه. اكثر من هذا ان كاين بعض المناطق اللي فيهم المؤشر ديال الفقر كبير بزاف، دونك في هذه المناطق يعني الاغلبيه الناس اميين وما كانش جمعيات المجتمع المدني، دونك ما قديناش نديروا فيهم مشاريع. من هنا جات كما قلت لك، دونك كان المبادره الوطنيه انها تقريبا كتشتغل بنفس المنهجيه اللي كتشتغل بها وكاله الاجتماعيه. كان واحد النوع ديال الاشتغال ديالنا من 2001 حتى 2005. دونك بدينا كنفكروا اننا مشينا التجأنا لمقاربه البرنامج او لا بروش تيريتوريال ولا بروش بروغرام. يعني شنو كنعنيو بهذه المقاربه؟ كيفاش انطلقنا من هذه المقاربه لهذه المقاربه؟ هذه المقاربه هي اننا مشينا كنديروا تشخيصات وديك الساعه مقاربه البرامج كانوا عندنا فيها 3 المحاور. دونك ما بقاش عندنا المحور ديال البنيه التحتيه الاساسيه، لان الحقيقه كان محور صعيب شي شويه، لان كانت فيه الانفراستركتور ملي كتبني القناطير وكدير الطريق وكفيه البنايه الى غير ذلك، هذا خصو واحد الجانب التقني، خصو الهندسه، خصو الى غير ذلك. بالنسبه لوكاله التنميه الاجتماعيه ما كانش عندنا ما كانوش عندنا هاد لي كومبيتونس، هاد الخبرات ما كانش عندنا في وكاله التنميه الاجتماعيه. كانت عندنا الخبره في ما يسمى بالهندسه الاجتماعيه، في الهندسه ديال المشاريع. نقدر نفكر في المشروع، ندير التنزيل ديالو، نخدمو بطريقه تشاركيه كيفاش ينزل، نفكر في النتائج ديالو، في الاثار ديالو، سواء على المستوى المتوسط سواء على المستوى القريب سواء على المستوى البعيد. ولكن نخدم قنطره او نخدم طريق او لا، فهذا كان ديك الساعه كان عندنا مجموعه ديال اتفاقيات الشراكه مع القطاعات. كان مثلا داك الشيء كنخدم مع التشخيص لان هما اللي كيخدموا معنا، هما اللي كيديروا الدراسه التقنيه. دونك مشينا اكثر ما هو استهداف ديال الفئه الهشه واكثر البرامج الاجتماعيه. فمشي ديك الساعه ركزنا على المحور اللي كنا كنسميوه ادماج الاجتماعي عبر النشاط الاقتصادي. يعني ما بقيناش كنهضروا على الانشطه المديره للداخل، يعني بحال قلتي في برنامج كنديروا الادماج الاجتماعي عبر النشاط الاقتصادي. الهدف ديالنا هو نمشيو ديك الفئه عبر نشاط اقتصادي وتدمج في المحيط ديالو، في المجتمع ديالو، في سميتو. مشينا كذلك بالبرامج ديال تقويه القدرات الفاعلين المحليين، وهنا خدمنا على واحد 2 برامج كبيره. دونك غادي نهضر على البرامج وغادي نخلي البرنامج ديال الادماج الاجتماعي عبر النشاط الاقتصادي لانه هو اللي كيهمنا اكثر، هو اللي غنركزوا فيه اكثر، لانه هو اللي كنستهدفوا فيه المقاولات الصغيره والصغيره جدا، وهو اللي داخل فيه البرنامج ديال المغرب مبادرات اللي حتى هو غنعطيو حيز اكبر. دونك غنهضر دابا غنهضر على DAS، غنهضر على هذه البرامج الاخرى اللي غادي نحاول نعطي غير واحد اللمحه ونحاول نشرح شنو كنخدموا فيها. بالنسبه للمحور تقويه القدرات الفاعلين المحليين، كانت عندنا قناعه في وكاله التنميه الاجتماعيه ان كما قلت ان
باش نديروا التنميه محليه. ومن بين الشروط ديال التنميه المحليه ان الفاعل المحلي خص يكون متمكن من الادوات ومتمكن من الاليات ديال انه يدبر التنميه المحليه ديال المجال ديالو. ما يمكنش يجي شي واحد من برا يقول له كيفاش دير وشنو خصك دير. من هنا عطينا سي اهميه حسين، على من كنهضروا هنايا على من كنهضروا؟ واش كنهضروا على برنامج على تقويه المجال القدرات ديال الفاعلين المحليين. غير هاد الفاعلين المحليين؟ واش كنهضروا على التعاونيات وعلى الجمعيات الحرفيه ولا شنو بالضبط؟ كنهضروا على جوج ديال الشركاء اساسيين كبار، هما الجماعات المحليه والجمعيات المجتمع المدني. بالنسبه للجماعات المحليه خدمنا في البرنامج ديال دعم التخطيط الجماعي ديال الجماعات، دعم المخطط التنموي ديال الجماعات، لان في ديك الوقيته كان ظهر ما يسمى بالميثاق، لا شارت كومينال، الميثاق الجماعي اللي كان كيلزم الجماعات المحليه انها خصها تشتغل على مخطط فيه مجموعه ديال الشروط. خصو يكون كيحترم مقاربه النوع، مقاربه التشاركيه، المقاربه الحقوقيه الى غير ذلك. وكنعرفوا الجماعات المحليه كنعرفوا الموارد البشريه اللي فيها، دونك ما يمكنش بالموارد البشريه بالموارد اللي عندها ان تعطيك مخطط بهذه الشروط اللي كانت كيطلبوا المخطط الجماعي للتنميه. وفي هذا الاطار خدمنا على مخططات، كان فيه جوج في هذا البرنامج، كان فيه جوج حتى ثلاثه المكونات الا بغيت تقول. المكون الاول هو درنا واحد تشخيص مجالي واستنطقنا المجالات. نعطي لك اننا خدمنا في الاقليم ديال الحسيمه، واشتغلتي معنا الاستاذه ياسمينه فاش كنتي مع اجدير وحضرتي معنا في هذه التجربه، وكانت تجربه مهمه جدا اللي كانت حتى كانت تجربه وكانت نموذجيه، كانت نوع من نموذجيه على مستوى الوطن يا سي الحسين، في التشخيص وحتى على مستوى اللجان ديال التشاركيه اللي كانت معنا على مستوى. دونك كانت مجموعه ديال الاجتماعات، مجموعه ديال النقاشات، وحاولنا نستنطقوا المجال ديال الترابي. استنطقنا شنو نقاط القوه، شنو نقاط الضعف، شنو التوجهات الاستراتيجيه، شنو هما البرامج اللي غادي نشتغلوا عليهم باش نقدروا نخدموا عليهم، على اساس ان الجامعه المحليه كتعطيها واحد النتاج، واحد العمل عملي علمي ما عندوش سميتو. كتقول له الا بغيتي تقوي المجال ديالك، ها نقاط القوه اللي عندك، ها نقاط الضعف، وها التوجهات الاستراتيجيه كيفاش تخدم على المجال ديالك باش تنمي المجال ديالك وتخلق الثروه وتنمي المجال ديالك. غير واحد الحاجه سي حسين، هو انه البرامج ولا شنو سميتو هذا لو بي سي دي ولا لو بلان كومينوت ديفلوبمون، بغيت نقولوا بالعربيه، هو المخطط الجماعي للتنميه. كان على المستوى ديال كل اقليم وكان على مستوى كل جهه. دابا اللي كنعرفوا انه مجموعه الجماعات في المغرب ما تنفذش هذا المخطط هذا. يعني واخا كان تشخيص، كان داك لي لونكيت اللي كانوا مجاليين وكانوا على شكل اسئله، على شكل واحد البحث ميداني، ولكن اللي من خلاله عرفنا شنو هو الحاجه اللي كاينه ولا شنو هو النقص والخصص اللي كاين في كل قريه في كل مدينه. من بعدها كنحددوا شنو هو المجال ديال الاشتغال ولا المجال اللي غادي نركزوا عليه مزيان في المخطط ديالنا، واش المجال السياحي ولا المجال التجاره ولا ديال الصناعه الى اخره. شنو هو المجال ديال الصناعي ولا المجال ديال مدير الدخل ولا المجال اللي ممكن انه يدير لنا فرص شغل مهمه. غير واحد الحاجه سي حسين، هو ما تطبقش. يعني واخا وصلنا للمرحله ديال صافي درنا تشخيص، من بعدها بدينا كنديروا المشاريع اللي كناخذوها من المشاكل اللي لقيناها في المجتمع ولا اللي لقيناها في القرى وفي المدن. داك المشاريع فين مشات؟ لان كاين بزاف ديال الجماعات وديال الجهات وديال هذا، خصوصا مثلا الحسيمه. مثلا نعطيو ديما النموذج من الحسيمه. مثلا الحسيمه كانت نموذجيه وخصوصا اجدير، ولكن فين مشى المخططات الجماعيه للتنميه؟ واش كاينه دابا داك المشاريع؟ واش دابا كتنفذ؟ واش دابا كتفعل؟ هادشي اللي بغيت نفهم، لان بزاف ديال الناس غيقول لك حنا ما عرفناش عليهم كنهضروا هنايا على واحد المخطط كبير بزاف جا باش يعاود لينا كيفاش نبنيو الجماعات الترابيه ديالنا، كيفاش نحددوا شنو هو المجال اللي ناجح فيها مزيان. مثلا الحسيمه كان المجال ديال السياحه كنظن، وعليه كتبنى واحد مجموعه المشاريع، عليها كتبنى مجموعه ديال المشاريع المديره للداخل الى اخره.
هاد المشاريع هذه ما كانتش واحد الجهه معينه اللي هو شوف، فيها، ولكن كانت مجموعه ديال نعطيك التجربه مثلا. هو مخطط كيعطينا واحد النظره شموليه على المجال وكيفاش نثبتوا. بالنسبه للحسيمه كان عندنا واحد 3 المناطق. كان المنطقه اللي فريمون غيقدر ينجح فيها مجال السياحي اكثر، كانت المنطقه الجبليه اللي كانت فيها اشجار مثمره الى غير ذلك. يعني كان الا بغيتي تقولي كنا كنهضروا على مناطق متجانسه اللي عندهم نفس الاشكاليات. وكانت الحسيمه تقريبا ديك الساعه كانوا عندنا 3 المناطق متجانسه. كان يسمى بالحسيمه الكبرى، وكان يسمى بديك الجهه ديال بني عمار تركيست الى غير ذلك، وثم كاين هذه الجهه ديال سناده وسميتو. تقريبا كاين 3 ديال المناطق اللي متجانسه اللي ممكن نفكروا على مشروع ترابي ديال كل ديال اللي وقع. فاش درنا التشخيص لقينا خصاص كبير في البنيه التحتيه، خاصه الماء، الطريق، السبيطار، المدرسه، الكهرباء الى غير ذلك. ولقينا بان كيخص واحد الميزانيات كبيره. ديك الساعه شنو اللي كان نورمالمون ان ديك المخطط الجماعي فيه واحد خص يكون عندنا مقسم لثلاثه الا بغينا نقولوا الميزانيات. كاين الميزانيه اللي عند الجماعه واللي تقدر هي تبرمجها. كاين ميزانيه اللي عند القطاعات الوزاريه والحكوميه اللي نورمالمون خص الجامعه تكون عارفه شنو عندهم وشنو اللي كيبرمجوا في المجال ديالها. وكاين الميزانيه الثالثه اللي خصنا نبحثوا عنها، نبليدوايو باش نقلبوا نجيبوها. للاسف دابا لان هذا مسلسل، سي ان بروسيسو، ما يمكنش جينا لواحد الوقيته وتقبر، ما كملتش التجربه للاسف. دابا ولينا ما بقيناش كنهضروا على مخطط الجماعي للتنميه، ولا مطلوب من الجامعه انها تعطي برنامج عمل، لو بلان داكسيون كومينال. الفرق اللي كاين ما بين المخطط وما بين البرنامج، المخطط كان كيعطيك واحد التصور شامل، كاين كيكون عندك واحد لا فيزيون استراتيجيك في واحد المده. المخطط دابا شنو كيقولوا للجامعه؟ ديك الساعه كنا كنديروا حتى كتعطي حتى القوه ديال الجامعه ان تقدر تمشي ترافع، لانك كتقول له الخريطه الصحيه او الخريطه المدرسيه راه عندك العدد ديال الساكنه وعندك واحد المدرسه كتبعد على هذه المدرسه، فمن حقك تمشي تدافع وترافع على اساس ان تكون عندك المدرسه في هذا المجال. من بعد ديك التجربه سكتناها، جات تجربه اخرى وكنقولوا للجماعه شوف ما تبرمج لي على حساب الميزانيه اللي عندك، ما تبرمجش اكثر من الميزانيه. دابا ولاو كيديروا الجامعات عندي القيمه الفائضه، وكنعرفوا ديك الساعه كنا فاش خدمنا مع الجامعات للاسف كان ديجا اغلبيه العائدات ديال الجامعات كانت هي التيفيه، ما عندهاش مداخل اخرى، خاصه الجامعات اللي كتوجد في العالم القروي. وملي كتجي كتقسم الميزانيه اللي عندهم 80% كتمشي في الفونكسيونمون، كتبقى لهم واحد 20%. ديك ال 20% كيفاش كانوا كيقسموها؟ كانوا كيقسموها لمآرب انتخابيه. عندنا الاغلبيه، هاد الناس صوتوا عليا كنشدوا هذاك كان اللي كيبقى له 10 مليون 20 مليون ماشي شي حاجه كبيره، كتلقاي 7 الاعضاء كيقسموا هذوك 7 الاعضاء بيناتهم، ما كتجي حتى شي حاجه. ولكن هذاك كنت تخبوا عليا الناس، كنت وعدتهم انني غادي ندير شي حاجه. كاينين بعض الجامعات اللي كيشريوها غير سيمه وكيفرقوا السيمه، وكل واحد كيدي ذاك البوطون وكيمشي يقادو في شي زنقه اللي دوك الناس اللي صوتوا عليه. يعني التوجه الاستراتيجي، التوجه ديال التنميه الى غير ذلك للاسف يعني ما بقاش هذاك الاخر. دابا ولينا سميتو. دونك انا غير هضرت على اساس ان البرامج هي نقووا القدرات ديال الفاعلين المحليين، نقووا القدرات ديال جماعه التنميه على اساس انها هي المركز. الا بغينا نهضروا على شي تنميه محليه ما يمكنش نهضروا غير بالجماعات المحليه ونعطيوها الادوار ديالها ونعطيوها الموارد اللي تحتاجها على اساس ان كما تفكر. دونك حنا في ذاك البرنامج كنا درنا معاهم تمرين ديال التشخيص، تمرين ديال درنا مجموعه ديال التكوينات على اساس ان نقويو القدرات ديال الجامعات المحليه باش من بعد انها تقدر هي تدبر المجال ديالها وتدبر. لان كنا كنقولوها لهم وكاله التنميه الاجتماعيه راه غتخدم معكم في البرنامج فيه عامين 3 سنين، ولكن بعد 3 سنين راه غتمشي بحالها. نتوما اللي غادي تبقاو في المجال ديالكم، نتوما اللي غادي تشتغلوا في المجال ديالكم. اللهم حاولنا ديك الساعه كانوا اطر في الجامعات، كنا اختارينا بعض الاطر اللي درنا فيهم تكوينات الى غير ذلك. اش غادي نقول لك نورمالمون خص يكون باش نرجع باش ما نطولش بزاف، لان الا جينا نهضروا على تجربه كبيره وكما قلت فيها كان عندها نتائج مهمه، عندها خلاصات مهمه، وكانت فيها
تقول دي ميساج كبار الحقيقه اللي الناس نورمالمون خصها تستافد من هذه التجربه. كانت تجربه فعلا كانت كبيره بزاف، وكان فيها بزاف ديال الحاجات اللي ممكن كما قلتي كان خصنا ناخذوها، حيت الى نميتي واحد الجماعه الترابيه، وخصوصا المجال القروي سي الحسين، حيت المجال القروي هو اللي ما فيهش بزاف ديال الادارات، ما فيهش لي بنك، ما فيهش لانابيك، ما فيهش لا دي اس، ما فيهش بزاف ديال الادارات اللي هي شركه كبيره بزاف في القطاع المقاوله، ولا حتى في المشاريع باش تخلق مشاريع مديره للدخل. لان الجماعه الترابيه هي اللي كتكون ديك الساعه الريسبونسابل الوحيد ولا المسؤول الوحيد على داك الشخص، اللي على داك الشاب ولا داك السيده اللي بغات حتى هي تكون عندها مشروع ديالها كتدخل منه في النهار ديالها باش تاكل هي وليداتها، ولا باش تولي باش تكبر المشروع ديالها الى اخره. كان هذا البرنامج هذا بصح كان واحد الفرصه، ولكن ان شاء الله يكونوا برامج اخرى. وكاله التنميه الاجتماعيه كانت خلقت واحد الفرق صراحه، كانت خلقت واحد الفرق من خلال هذا ديال المخطط الجماعي للتنميه، وكان مهم بزاف. على الاقل درنا تشخيص كما قلتي، درتو تشخيص، خلقنا واحد الديناميكيه في المجال، الديناميكيه في المجال. انا كانوا عندي بعض الفيديوهات اللي الناس كتعبر على المشاكل ديالها، كتعبر على البزوان ديالها، وعبروا الناس بالامازيغيه، وعبروا كنا طلقنا ان الناس غير يقول سميتو. نتمنى ان على اي حال بالنسبه لحسيمه ما غاديش نهضر عليها، لان الحقيقه خصها نقاش هنا مدينه نقاش اخر. نمشيو دابا سميتو. دابا للموضوع اللي من بعد كان جا برنامج ديال الحسيمه منارات المتوسط، اللي كان حتى هو فرصه اكثر من هذيك الفرصه. يمكن هذيك حنا فاش خدمنا كنا غير قسنا ودرنا تشخيص وبينا، ولكن كان برنامج ديال التنفيذ وديال التفعيل وديال الميزانيه كبيره اللي صرفات. دونك كاين دي بوتونسياليتي في الحسيمه، كاين ما يدار، خص غير تعاود تخلق واحد الديناميك اوتور ديال نعاودوا نردوا الثقه الديناميكيه جديده سميتو باش تستمر في هذيك سميتو. اليوم كاينين بزاف ديال الشركاء السي الحسين، زعما بالمقارنه مع شحال هذه، كاين بزاف ديال الشركاء دابا، لا على مستوى الحسيمه ولا على مستوى مجموعه ديال الجهات اخرى اللي صغيره، وخصوصا المدن الصغيره اللي ما كيوصلهاش البرامج ديال الدعم، ما كتوصلهاش هذه المعلومه. اليوم كنلقاو واحد المشكل ديال انه انا المعلومه عندي برنامج ديال الدعم مثلا مغرب مبادره، ولكن بزاف ديال الناس ما عارفينوش. علاش؟ لان يمكن حتى الطريقه باش كنوصلوا الميساج كتكون شويه مقتصره على السونتر، على المدن الكبار، ولا حتى على الطريقه ديالنا كتكون شويه طريقه صعيب باش يفهمها الانسان العادي، الانسان اللي يلاه بادي، يمكن ما عندوش واحد المستوى دراسي، يمكن ما عندوش اللغات، يمكن الى اخره. اليوم نمشيو للموضوع اللي ولينا كنركزوا عليه بزاف في المغرب، لا من خلال اذا سمحتي لي عفاك ياسمين، نكمل محاور الوكاله كاملين، وديك الساعه نرجعوا المحور اللي قلتي مهم خصنا نهضروا عليه. نكمل غير بالنسبه للبرنامج ديال تقويه القدرات الفاعلين المحليين. حاليا كنشتغلوا بزاف على جمعيه المجتمع المدني، لان كنعرفوا ان انطلاقا من 2011 لهنايا الدستور الجديد اعطى ادوار مهمه لجمعيه المجتمع المدني، وكاين مجموعه البرامج ديال الدوله كتنزل عبر جمعيه المجتمع المدني. دونك ما يمكنش ان برامج المخطط الاخضر، المبادرات البشريه، الثقافه، الشباب والرياضه، تقريبا بزاف البرامج كتدوز عبر الجمعيات. دونك ما يمكنش اننا خصنا نقويو القدرات ديال الجمعيات، نمكنوهم بالاليات، نمكنوهم بالمقاربات باش انها تعرف ايدونتيفي لنا مشاريع مهمه، وتعرف دير لهم تنزيل وتتبع الى غير ذلك. فكان عندنا برنامج اللي كنسميوه برنامج تقويه القدرات ديال جمعيه المجتمع المدني، اللي كنقويو فيه حتى القدرات ديال جمعيه المجتمع المدني. هذا كنديروا فيه حتى واحد التشخيص ديال جمعيه المجتمع المدني، ثم كنخدموا معهم واحد البرنامج ديال تقويه القدرات ديالهم. يعني اعطي لي بالديتاي بحال مثلا انا جمعيه بغيت نستافد في الحسيمه خدمناه، درنا الجرد ديال الجمعيات، جميع الجمعيات اللي عندنا في الحسيمه. هذوك الجمعيات كنا درنا واحد لاشارت ان هذيك الجمعيه، لان شنو اللي كيوقع، لان التحليل اللي هذا في تقويه القدرات ان الجمعيات تستافدوا. كاين بزاف البرامج ديال تقويه القدرات وديال التكوينات اللي دارت، ولكن ملي كتشوف كتلقى واحد ولا جوج هما اللي كيستافدوا، وغالبا داكشي اللي كيستافد كيخليه عنده في الكرطاب ديالو، ما كيديهش ما كيبارطاجيش مع اعضاء الجمعيه. وإلا مشى هذاك السيد من الجمعيه كتموت. دونك كانت بحال واحد الميثاق
درنا على اساس ان اللي استفد من التكوين خصو يتقاسموا مع الاعضاء كاملين. بالاضافه للتكوين زدنا المواكبه، ان كنديروا تكوين في التدبير المالي او في التدبير الاداري او في المونتاج دو بروجي، كنعطيك بحال تمارين ومن بعد كيتنقلوا الاطر ديال وكاله التنميه الاجتماعيه باش كنعاودوا نخدموا مع الجمعيه وكنشوفوا واش السيد نقل بارطاجا مع لي مومبر واش كيطبقوا داك الشيء. انا عطيتك التدبير الاداري خصك دير السجل ديال الواردات، السجل ديال هذه من بعد كنجي كنشوف واش بالفعل داك الشيء كطبق، داك الشيء اللي كتطبق التكوينات ولا ما كتطبقش. بالاضافه الى ان زدنا واحد المحور، لان لقينا مجموعه ديال الجمعيات ما عندهمش لي مويان، كتقول له خصك دير التدبير الاداري، خصك دير المحاسبه، خصك دير، كاين ما عنده لا بيرو ما عنده حتى شي حاجه. دونك عطيناهم حتى واحد المساهمه ديال انه يشري على الاقل البيرو، صال دو ريونيون، اللي ما عندوش البيسي يشري البيسي، اللي ما عندوش الامبريمون. يعني عطيناه لي مويان، عطيناه التكوين ودرنا له المواكبه على اساس انهم يقوموا بالادوار. تقريبا هذا هو البرنامج ديال تقويه القدرات في هذه المرحله الاخيره. لان دائما الوكاله كدير برنامج كنخدموه، كنديروا التقييم ديالو، كنشوفوا نقاط الضعف نقاط القوه، كنعاودوا دابا عندنا برنامج سميناه ارتقاء، وكاننا نرتقي بالبرنامج ديال التقويه، برنامج الارتقاء. برنامج الارتقاء لان شنو كنا كنديروا؟ كنا كنجلسوا في الحسيمه، استهدفنا 100 اسوسياسيون. سينا ميم شوز، كان عندنا برنامج في طنجه، كان عندنا برنامج في الفحص انجره، دابا غنشتغلوا على برنامج في الشاوي. الجديد في هذا البرنامج هو ان كنخدموا بما يسمى بلوطو ايفالياسيون، ان الجمعيه كنشتغلوا معها كنواكبوها باش هي دير التقييم بالقدرات ديالها، باش ملي كندير المخطط تقويه القدرات ما كنديرش للجمعيات بحال. الجمعيات كاينه في النيفو بدائي، هذيك خصك تبداي معها من التدبير الاداري، التدبير المالي، كيفاش دير الجموع العامه ديالها الى غير ذلك. كاين الجمعيات اللي ما محتاجاش لهذا الشيء، غادي نمشي معها ديشان كيفاش تمونتي البروجي، كيفاش دير الترافع، كيفاش دير الى غير ذلك. المستجد الاخر اللي فيه هي ان ملي كنديروا برنامج تقويه للجمعيات، كاين الجمعيات اللي عندهم دي بيزوان سبيسيفيك. الجمعيات اللي كتشتغل في المجال الاعاقه عندها خصوصيات في تقويه القدرات اللي خصنا نخدموا عليه. دونك اوتوماتيكمون عاود هادو كيدير معاهم برنامج خاص. الجمعيات اللي كتشتغل في مجال المراه، الجمعيات اللي كتشتغل على مؤسسات الرعايه الاجتماعيه. بالنسبه للجهه ديالنا عندنا برنامج ديال مؤسسات الرعايه الاجتماعيه كنشتغلوا فيه، عندنا اتفاقيات في اطار مع المبادره الوطنيه البشريه هنا في طنجه. عندنا برنامج اخر في الفحص انجره، لان كاين مجموعه المؤسسات الرعايه الاجتماعيه ودار واحد التشخيص وكانت دارته ديجا الوزاره في هذا المجال، واتضح بان ما كاينش الرعايه الاجتماعيه. الجمعيات الاغلبيه ديالهم كتقاتل على الايواء والتغذيه. عندي دار الطالب، هذوك الناس اللي كيكونوا عندي الجمعيه ملي كتلقى الشغل تشتغل ديالها كيفاش نوكلهم، كيفاش ندير الايواء ديالهم، كيفاش نعسهم الى. ولكن الرعايه الاجتماعيه هذاك السيد هذاك السيده اللي في واحد لاج مهم بزاف وخرج من دارهم وجا جلس في دار الطالبه او في واحد المركز كما كان المرأس في المراكز ديال التنشئه الاجتماعيه، خصو واحد المواكبه الاجتماعيه، خصو كيفاش يواجه المجتمع، كيفاش يبني الشخصيه ديالو. هادو لقيناهم غايبين. دونك في هذا الاطار كان جا مثلا هذا البرامج ديال تقويه القدرات ديال هذه الجمعيات اللي كتسير مراكز الرعايه الاجتماعيه باش تلعب الدور ديالها كيف ما خصو يدار. هذا بعجاله برنامج تقويه القدرات. عندي برنامج اخر اللي بغيت نهضر عليه، هو البرنامج ديال التنميه الاجتماعيه الحضاريه. هذا البرنامج ديال التنميه الاجتماعيه الحضاريه دونك كاين العالم القروي عنده خصوصيات ديالو، ولكن المجال الحضري خاصه الناس بالهوامش، لان ملي كتقلبي على الفقر والهشاشه كاين في الناس بالهوامش او الناس اللي ساكنين في البرارك. وهادو عندنا فيه بزاف البرامج. البرنامج الاول اللي ما كانش عندنا في الحقيقه ما خدمناش عليه في الجهه ديال طنجه تيت والحسين، كنا غنخدموا في واحد التجربه في الحسيمه، مازال ما كملناش الاتفاق فيه، وان كيكونوا الناس ساكنين مثلا في البرارك او في الهوامش. شنو كدير الدوله؟ كتجي كتقول لك انا غنطيح دوك البرارك وغادي نبني لهم في بلاصه اخرى ونرحلهم. الاشكال اللي واقع هو ان ماشي سهل ان بنادم ساكن في واحد البركه ملي كتمشي دير معاهم واحد التشخيص كتلقاي السيد راه ماشي غير السكن، داير واحد الحياه ديالو اوتور ديال هذاك السكن ديالو، عنده كروسه، عنده سميتو كيمشي يجمع الخبز، كيخدم هنا كيخدم هنا. دوك السكن ديالو كان مناسب. ملي كنخرج الناس من تما كنجي كنقول تسكن في لابارتمون، ودوك الناس غنسكنوا في لابارتمون. ديجا غير التدبير ديال الملكيه المشتركه بحال داك الشيء كاين الناس اللي ما كيفهمهاش. السكن كيبدا يغوات، هذا الفوق كيدردك على هذاك لان كنولف
واحد الحياه في واحد خصو المواكبه ديالو. كما قلت هذا الناس كانت عندهم خدمه ديالو، ملي كتجي به كتسكني في السكن العمودي كتقطعي الرزق ديالو، كيجي كيجمع الخبز ديالو كيبسو كيقادو، يعني بنادم مدور الحركه ديالو. ملي كتجي به كتسكنيه في السكن العمودي يعني بحال كتقطعي له كيفاش. يعني خص هاد الناس نشوف كيفاش كيعيشوا، شنو الحياه الاجتماعيه اللي كانت عنده تما، باش ملي كنرحلوهم. لان شي مرات ملي كتناقشي في هذه البرامج كيقول لك انا ما فهمتش الناس علاش ما بغاش يرحل، او لا كنقول له جي نعطيك الارض ونعطيك باش تبني كيفاش، اما ما عندوش يبني اما ما عندوش يقدر كيفاش منين يجيب سميتو. يعني هنايا كنسميوه البرنامج ديال المواكبه الاجتماعيه، كتواكبي الناس اجتماعيا باش يمشيو من منطقه لمنطقه. كاين برنامج اخر اللي سميتو هي التنشيط الاجتماعي عن قرب، هو انك اللي كنستهدفوا به الشباب والاطفال اللي تقريبا معرضين للمخدرات او بزاف ديال المظاهر الاجتماعيه. دونك هذا البرنامج كتعاودي تخلقي واحد الوسط فين كتستقطبي هذوك الشباب عوض ما يمشي يتعاطى لشي سميتو. هذا فيه برنامج تنشيط اجتماعي عبر الانشطه الثقافيه الترفيهيه الرياضيه الى غير ذلك. دونك في هذا البرنامج كيكون واحد التشخيص ديال هذوك الشباب. كنخدموا بالمقاربه ديال الا بغيتي تقولي العرض والطلب، كنشوفوا شنو هما البرامج اللي موجهه لهذا الشباب والطفل في هذا المجال التنشيط الثقافي والرياضي، وكنجلسوا واحد التشخيص مع دوك الشباب شنو هما يحتاجوا، وكنقارنوا شنو العرض وشنو الطلب، وكنشوفوا الفرق اولا فين كاين ديك الهوه. كنشوف هذا البرنامج انا كنحاولوا نعوضوه. دونك كتحاولي توفري اللي كديري واحد التشخيص، كتلقاي الانشطه التورنوا د الكره كيكونوا في رمضان ولا في سميتو، وكيتوجهوا غير الذكور، ما كيكونوش بالنسبه للاناث او لواحد الفئه ما كتكونش واحد الفئه. دونك هذه الانشطه ما كتكونش على طول. كنحاولوا اننا في هذه البرامج يكون نشاط على طول السنه ويستهدف جميع الفئات. نقدروا نفكروا في برامج خاصه بالفتيات، نقدروا نفكروا في برامج عندنا الحمد لله الشاطئ من الحسيمه حتى العريش كله. خصنا نفكروا في انشطه ديال الصيف، ديال انشطه شاطئيه الى غير ذلك. يعني نقدروا ننوعوا الانشطه وننوعوها على طول السنه، ما يكونوش غير موسميه او لا كنركزوا على واحد الفئه في الفئه الاخرى. ثم عندنا برنامج اخر او المحور الاستراتيجي ديال الدعم ابوي لوكال او بروغرام سوسيو ناسيون. عندنا برامج اجتماعيه خاصه هذا كنخدموا بزاف مع الوزاره الوصيه ديالنا، وكيكون عندها برامج اللي كتستهدف الفئات، يعني النساء ضحايا العنف، اطفال الشارع، المسنين الى غير ذلك، وهي كتطلق برامج على الصعيد الوطني. دونك كنحاولوا حنا نديروا واحد النوع ديال التنزيل ديالهم على الصعيد المحلي. دونك عندنا شراكات مع مجموعه الجمعيات، كنديروا حملات تحسيسيه مثلا ديال العنف ضد النساء، كنديروا حملات تحسيسيه بالنسبه للمسنين، كنحسوا الناس على دور المسن وكيفاش خصنا سميتو، على الولوجيات بالنسبه للاشخاص عقيم. وعندنا مجموعه ديال اتفاقيات الشراكات اللي كان كيدار طلب عروض الجمعيات كل سنه، وكنحاولوا في مجموعه ديال الجمعيات اللي كتستافد معنا الصعيد الوطني. هذا كنديروا باتفاقيه شراكه مع الوزاره الوصيه في الاطار ما يسمى بالقطب الاجتماعي، وفي الاطار ديال الاستراتيجيه 4+4. دونك كنحاولوا نديروا التنزيل فيه. ثم المحور الثالث اللي كيهمو اللي شفتك بغيتي توصلي عنده بسرعه هو الادماج. هو اهم حاجه بغينا نهضروا عليها بزاف، هي مهم بزاف. هاد البرامج كلها السي الحسين اللي كتهضر لي عليها مهمه بزاف، لان الا ما كناش غادي يكون واحد التطور ولا واحد الشونجمون ولا واحد ديفلوبمون او نيفو ديال ما هو اجتماعي، راه ما يمكنناش نهضروا على انك تجي واحد بحال دابا المعاقين ولا ذوي الاحتياجات الخاصه. دوك الاشخاص ما يمكنش تجي دير له نتايا واحد المشروع ولا تشجعه بالمقاوله، هو مسكين ما عندوش حتى الولوج للمؤسسه، ما عندوش حتى داك الباساج ديال الباساج سبيسيال اللي خصهم مثلا هذوك الناس. ما كاينينش مؤسسات مثلا العموميه، ما يمكنش نتايا ما يمكنناش نهضروا على واحد التنميه في المقاوله الا ما هضرناش على التنميه الاجتماعيه، على التنميه ديال مجموعه القطاعات على مستوى على مستوى كل جماعه محليه، سواء في العالم القروي ولا العالم الحضري. غير مهم بزاف وكاله التنميه الاجتماعيه لي شيفر اللي ولا الممارسات اللي كانت كدير ولا حتى الدراسات ديالها ولا البرامج ديالها للمجتمع المدني نمات، دارت واحد الشونجمون، دارت واحد التغيير ملحوظ صراحه، وخصوصا على مستوى العالم القروي، على مستوى ديال المجموعه ديال الجماعات في المدن الصغيره، المدن الهامشيه كما هضرتي عليها.
ولكن اهم حاجه دابا نهضروا عليها اليوم هي وكاله التنميه الاجتماعيه في المجال ديال المقاوله الاجتماعيه. سي حسين، شنو هو البرنامج ديالها في التنميه ديال المقاوله الاجتماعيه، وشنو هي المقاوله الاجتماعيه يعني بالتبسيط هكا باش يفهموها الناس؟ فوقاش نقدروا نقولوا على مقاوله اجتماعيه؟ شكرا ياسمين. دونك وصلتي للمحور كما قلت لك اللي خصنا نهضروا عليه ونعطيو اهميه كبرى. حنا كنسميوه الادماج الاجتماعي عبر النشاط الاقتصادي، اللي نقدر ندوزو لكم مجموعه المحاور. هضرنا على ان الناس يقدروا يسمعوه مجموعه. كاين اللي كيهضر على الانشطه المدره للداخل، اللي كيهضر اوسع شي شويه الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. هو هذا كنظن. بالنسبه للوكاله كنهضروا على الادماج الاجتماعي عبر النشاط الاقتصادي. علاش؟ لان لوبجيكتيف ديالي لان ماشي قطاع، لان ملي كنهضر على النشاط الاقتصادي غنلقى راسي كنهضر في الفلاحه، كنلقى راسي كنهضر في الصناعه التقليديه، غنلقى راسي كنهضر في السياحه الى غير ذلك. ولكن انا بالنسبه لوكاله التنميه الاجتماعيه ما كنعوضش القطاعات. انا كتهمني واحد الفئه الهشه في هذيك سلاسل الانتاج المحليه. عندي واحد السلسله، وداير هذه هي المقاربه اللي كنشتغلوا عليها في هذا سميتو، وفي واحد البرنامج اللي كنسميوه برنامج تثمين. وهذا البرنامج التثمين كنستهدفوا به خاصه التعاونيات، لي جروبمون دانتيري، مجموعه ديال النفع الاقتصادي، الاتحادات ديال التعاونيات الى غير ذلك. يعني اشكال تنظيميه، ماشي لانديفيدو، ماشي الفرد. هادو كان خصهم بالنسبه لوكاله التنميه الاجتماعيه واحد البرنامج سميناه برنامج تثمين. يعني هذا موجه بالخصوص للتعاونيات. فوالا التعاونيات، او لا كما قلت لك مجموعه ديال النفع الاقتصادي، او الاتحاد ديال التعاونيات، او لا كل واحد كيفاش كيسمى. ولكن ما كنهضروش هنا على مقاول واحد ولا مقاول لا، مع بالنسبه لمقاول واحد ديالو، او لا مقاول ذاتي او لا شركه او لا، هذاك غادي نهضر عليه في البرنامج ديال المغرب مقاولات. نعم. غير بالنسبه للتعاونيه راه حتى هي مقاوله اجتماعيه. نعم. اوكي. بالنسبه للتعاونيه حتى هي راه مقاوله اجتماعيه، خاصه القانون الجديد اللي جا راه كيحطها من بين المقاولات اللي ممكن حتى هي انها تسوميسيوني في لي مارشي الى غير ذلك. راه القانون الجديد ديال التعاونيات فتح لها مجال كبير على اساس انها تشتغل وكانها شركه، كانها مقاوله. دونك سميتو كتسمعيني مزيان ياك؟ نكمل لان لاحظت ما كنسمعكش ياسمينه. كنسمعك السي حسين. لا كنسمعك وكنشوفك. تفضل. الو، غادي نرجع دابا نهضر على البرنامج ديال التثمين، لان كما قلت كنشتغلوا فيه في واحد المقاربه ديال سلسله الانتاج المحليه. الفرق ما بينه وما بين المشاريع اللي كنا كنخدموا ديال الانشطه المديره للدخل هو انك كتجي تعاونيه كتقول لك انا بغيت ننتج سواء في مجال الفلاحه كما قلت النحل او الزيتون او شي حاجه، محتاج يا اما ليكيبمون يعني باش نقدر نخدم، او لا محتاج يعني باش نطور الانتاج ديالي، اجهزه والادوات باش نقدر اجهزه الى غير ذلك. شنو اللي لاحظنا؟ كنمولوها، كنخدموا معها الاجهزه او لا كنعطيوها داكشي اللي محتاجه. ملي كنرجعوا كنمشيو كنشوفوا بريمو واش كاين الدخل، واش كاين العائد عند هاد الناس. شنو كنلقاو؟ كيجي كيقول لك عندي مشكل في التسويق. اغلبيه راه عندهم مشكل ديال التسويق. ملي كنجيو كندرسوا معاها المشكل ديال التسويق كنلقاو راسنا شي مرات كنهضروا على المنتوج، لان كننتج باش نسوق. وللاسف كاين مجموعه ديال التعاونيات اللي كتنتج عاد كتمشي تقلب على السوق. الوغ كون خصها تعكس الايه، خصها تعرف السوق شنو باغي وتنتج للسوق. وملي كما قلت لك كتجي للسوق كيقول لك ما كاينش السوق، كتقلبي على المنتوج. ملي كتقلبي على المنتوج كتلقى الطريقه باش دارت له الامبالاج، الطريقه كيفاش كيتنتج، الظروف اللي كيتنتج فيهم الى غير ذلك. ما يمكنش يواجه او لا ينافس النتائج اللي كاينين في السوق. من هنا جينا حنا كنفكروا دابا بالمقاربات السلسله. انا ملي كتجي شي تعاونيه او لا كيقول لك بغيت نخدم هذه، تقول له بلاتي خصني نضبط معك من الانتاج حتى للتسويق، وكنفهم هذيك السلسله ديال القيم. كدير معاهم المواكبه
من الاول حتى الاخر، من الاول كترجع حتى تعاود الاخر. معاهم خصني على من الاقل الاول. فوالا، خصني نفهم فين كاين المشكل. لان شي مرات كتلقاي والاغلبيه هذه راه تقريبا الاغلبيه ديال التعاونيات او لا ديال المنتجين الصغار الى غير ذلك، كتلقاهم مساكن ما كيربحوش بزاف. ملي كتقلب على ديك السلسله ديال الانتاج وكتاناليزي واحد السوق، نعطي اللي بغيتي، نعطي الكاكتوس او لا الصناعه التقليديه او لا الى غير ذلك. ملي كنقلبوا سلسله الانتاج فين كتنتج، ملي كتجيب المواد الاوليه شكون اللي كينتجها حتى كتوصل للمستهلك، ملي كتقلبي ديك الثروه اللي كتنتجها ديك السلسله وكنديروا التقسيم ديالها، كنلقاوها فين كتمشي بزاف عند الوسطاء. دونك هذيك العداله، التقسيم العادل او العداله المجاليه او العداله الاجتماعيه اللي كنقلبوا عليها ما بقيناش كنحققوها. كتلقى مسكين واحد السيده او واحد السيد كيضرب تماره وكينتج وكيتقاتل، يلاه ملي داكشي اللي كيربح الله كيرصد به داك الرمق ديالو كذا اللي كينتج بزاف، هو داك الوسيط اللي كيجي عندك انت الدواء كيشريها عليك بواحد الثمن بخس وكيقلب هو المستهلك وكيبيعها له بثلاثه الاضعاف ولا اربعه الاضعاف. دونك الاغلبيه هنايا. دونك من بعد كنقولوا كيفاش يعني في هذه المقاربه كنخدموا على ثلاثه المستويات باش نتفاهموا. كنقويو القدرات ديالهم، لان دائما حنا هذا المجال ديال التكوين وتقويه القدرات عندنا مهم، لان هذا الشيء كيستقر وكيتطور الى غير ذلك. الا بقى شي واحد كينتج بالطرق التقليديه او لا كيسوق بالطرق التقليديه او لا كينظم الامور بالتقليديه، غيفوتوا الركب، لان هذا الشيء غادي بواحد التطور وبواحد السرعه مهمه. دابا حنا ولينا كنهضروا على التسويق، دابا ولينا كنهضروا على التسويق الالكتروني. اللي ما كيهضرش على التسويق الالكتروني وما كيسوقش فيه دابا غيفوتوا الركب. ما بقاش شي واحد غنمشي انا نقلب على منتج في بني عمار او لا في سميتو. نقدر من بني عمار نبيع المنتوج ديالي وانا جالس في بني عمار ونبيعه في المغرب ولا في العالم. سميتو خصنا تكوين ضروري مهم، وخصو يكون تكوين مستمر، وتكوين القدره ديال التعاونيات وديال المنتجين مهم بزاف. دونك هذا كيفاش دائما غيقدروا بحال هاد الناس هادو مثلا في بني عمار من خلال بحال دابا تكوين القدرات؟ وتكوين القدرات شنو كنقصدوا بها؟ كنقصدوا بها التكوينات المستمره، مثلا في التسويق، مثلا كيفاش دير البلاج للمشروع ديالك ولا البرودوي ديالك، مثلا في بزاف ديال الحاجات اللي هي مهمه بزاف باش تقدر انك تسوق وتربح وتنتج المشروع ديالك. ولكن سي الحسين كيفاش يديروا الناس مثلا يستافدوا من هاد المجموعه ديال المراحل اللي غادي تهضرنا عليها؟ كيفاش يديروا يستافدوا، كيفاش يديروا يخلقوا من خلال داك التواصل بينكم وبينهم؟ مثلا في بني عمار فين غيلقاوكم مثلا؟ انا ما كرهتش ولا يمكن التعاونيات اللي عندهم مشاريع او اللي عندهم عنده غير فكره المشروع. ما نقولش كاع المشروع، كيعرفها كيفاش كنخدموا في التنميه الاجتماعيه. الا قدر يطلع للحسيمه، كاين عندنا مقر في الحسيمه تمايا، كاين الاطور غيمشي يستقبلوه ويشرحوا له ويعطيوه كيفاش يعمر الطلب، كيفاش يقد الامور ديالو من الاول حتى الاخر. وديك الساعه حنا كما قلتي ملي كيجيب لنا مشروع كيقول لك انا عندي الكاكتوس، بغيت نخدم على الكاكتوس وبغيتكم تعطيوني. كنشوفوا كيفاش كينتج هذاك الكاكتوس، شكون اللي كينتجو، شنو المنتجين اللي كينتجوه، فين كيسوق، كيفاش الطريقه، كيفاش كيسوقوا. ديك الساعه راه كيكون البرنامج ديال تقويه القدرات ديالو. وخاصه الا كنا خدمناه الحقيقه، للاسف ما كانش خدمنا واحد البرنامج خاصه في هذا الشيء ديال الكاكتوس، كنا خدمناه حنا ولا بي دي ان، ولكن للاسف في الاطار ديالو كان واحد البرنامج ديال الاتحاد الاوروبي، ولكن للاسف ما مشيناش فيه بزاف. كاكتوس اللي هي الهنديه المحليه هنايا مصنفه صراحه، خصوصا خاصه الدلاحيه الدلاحيه، خاصه الدلاحيه يعني منتوج معروف بالمنطقه، ما تقدريش تلقاه من غير المنطقه وشي شويه في بلاصه اخرى. سميتو. من بعد الحاله الاولى هي تقويه القدرات. تقويه القدرات. المحور الجوج فيه هي كتعطيهم الاجهزه باش ينتج مزيان، باش يخرج ديك الزيت، باش يديرها في سميتو. كتعطيهم دوك الاجهزه اللي كتعاونوا، عوض الا كان كيخدم يدويا او لا كيدير في هذه، كتعطيه اليات باش يقدر يشجع، باش ينتج اكثر، باش ينتج في ظروف مزيانه، باش تكون الامور في واحد الاطار. لان شتي دابا حتى لونسا راه ما كتقدرش تعطيك الاخر الا ما كانوش عندك دي كونديسيون ديال الانتاج كيستجيبوا لواحد الشروط مهمه. لان خاصه ما يخص بالغذاء الى غير ذلك، فحتى المستهلك اذا ما كانش عنده هذا الاخر ما يقدرش يسعى يشري عليك هذاك.
نقدروا الا كان شي برنامج كبير، بالاضافه الى اننا كنخدموا على تقويه القدرات ديالهم. كنخدموا تقويه القدرات فيه جوج، فيه تقويه القدرات التنظيميه، يعني التعاونيه كيفاش كتشتغل، كيفاش الحكمه الداخليه ديالها، كيفاش الاطر، وكيكون التكوين المستمر اللي كتكون عندها علاقه بالمنتوج، كيفاش كتنتج، كيفاش دير اللحيه، كيفاش تصوبها، كيفاش الى غير ذلك. يعني فيه هاد فيهم بجوج. ونقدروا نوصلوا حتى للتنظيمات، لان يقدر باش نقضيو على الوسيط نقدروا نضموا هذوك التعاونيات اللي كينتجوا في واحد الاطار ديال كما قلت ديال مجموعه ذات النفع الاقتصادي، وهذاك المجموعه ذات النفع الاقتصادي هي اللي غتكلف بالتسويق والعائدات ديال التسويق، عوض ما نتسنى ذاك الوسيط. انا حنا اجتمعنا بعدين، او لا على الاقل ملي كنتفاوضوا مع هذاك الوسيط كنتفاوضوا بقوه، لان ملي كيشدنا كل واحد بوحدو راه كل واحد كيدير فيه داك الشيء اللي بغا. ولكن الا اتفقنا واجتمعنا غنقول له انا الا بغيتي نبيع لك الزيت او شي حاجه، راه على الاقل غنفرض عليه واحد الثمن وما يقدرش يلقاها في شي حاجه اخرى. والوسيط كنقصدوا به هنايا، الوسيط هو داك السيد ولا داك المؤسسه ولا داك الشركه اللي كتجي تشري من عندك بالجمله، كتشري من عندك كلشي، داك الزيت اللي عندك ولا داك الكاكتوس اللي عندك ولا داك الهنديه اللي عندك. ما انت كتموت لان كتبيعها لها مثلا كاع فرضا 2 دراهم الكيلو ولا 3 دراهم الكيلو، مي هي راه كتبيعها الحبه ب2 دراهم ولا 3 دراهم. يعني هذه مثال عطيتيه مزيان. هذا في الحسيمه ملي كتمشي كيقول لك الترونزيتات راه كيدوروا عندهم تما، وكيشري عنده كما قلتي الكربه كلها ب 10 دراهم، وملي كتجي لطنجه او لتطوان وكتسولي كتلقى ب2 دراهم الحبه. دونك ملي كتقلبي الربح ديالو كتلقاه مضاعف 100 مره ولا شي حاجه. ديك الساعه كطيح عليه وحده يمكن ب0 ما عرفت شحال ديال السنتيم وكيبيعها لك ب2 دراهم. يعني راه دوكا في هذا الوقت علاش انا ما نقدر انا نضم راسي ونعمرها ونجيبها لطنجه وتيطون نبيعها انا، وفي ديك الساعه غادي تقدر نبيعها بثمن مزيان، ويكون داك الربح يكون عندي شي شويه العائدات. او على الاقل هذاك السيد اللي غادي يجي غيعرف ان راه ما يقدرش يلقاها، نتفقوا ان ما خص واحد يبيعها بواحد الثمن، على الاقل كيكون واحد شي شويه ديال سميتو. دونك وكاين شي مرات اللي نقدروا نوصلوا الا كانوا، لان واحد الوقيته بالنسبه للفلاحيه كنا بدينا النقاش مع الينرا اللي كاينه في المزورن، وكنا كنفكروا ان واش ممكن نديروا شي حاجه اخرى من غير داكشي اللي كيدار، ها الكونفيتور، ها هذوك لي راكيط، ها الزيت ديالها وشي حاجه، واش يمكننا، لان في بلايص اخرين كيديروا بها العلف. كتعرفي مثلا بالنسبه للريف اللي كتكل اللحيه، ولكن ديك الهنديه الحمراء اغلبيه كتلاح، ولا مشيتي راه كتلقايها كتلاح تما. الوغ كو هذيك الا جمعناها وقديناها باش تولي علف، ملي كيجي الشتاء ما كيلقاوش الناس علف مهم جدا وغني بالبروتينات الى غير ذلك. وفي الصيف في الشتاء راه انا كفلاح راه كنشري هذيك العلف غالي، الوغ هذيك راه كتبقى كتضيع وكتلاح الى غير ذلك. دونك الا قدينا هذيك نخرجوا منها العلف وندار تكوينات للناس وكيفاش يقدوا بها العلف او شي حاجه، راه هذه مهم. انا هذا عطينا مثال غير في هذا المجال ديال الهنديه. اما راه ملي كنمشيو لسلاسل الانتاج المحلي كلها راه نفس التجربه بالنسبه خصوصا عبر التثمين، يعني كنعطيو القيمه اكثر لي برودوي تيغوار ولا المنتوجات المحليه. كاين اللوز، كاين مثلا تونات فيها الزيتون والزيت، كاين بلايص اخرى فيها بزاف ديال المنتجات اللي هي ما كتلقاش نفس الكاليتي ديالها في بلايص اخرى، وهذا الشيء اللي كيعطيها داك الصبغه ديالها. نعطيك واحد المعلومه واش كيعرفوها الناس ديال المنطقه ولا ما كيعرفوش. اللوز اللي عندنا في المنطقه من بين اللوز اللي غني بالماده ديال الحليب، لان كاين بزاف ديال دوك لي بروبي كوزميتيك اللي كنخرجوا منهم داك الحليب ديال اللوز. راه اللوز ديال المنطقه ديال الريف وغتمشي حتى الاكلول دارت عليه دراسه من بين اللوز اللي كيعطي هذا. دونك نقدروا في هذا الجانب البحث العلمي وعرفت اللوز ديالي شنو الماده اللي فيها بزاف الى غير ذلك، نقدر نمشي في هذا الاتجاه. يعني ناخذها كنقطه قوه باش نقدر نسوق المنتوج ديالي. ماشي ضروري بحال كاع الناس اللي كاين في المناطق الاخرى، ديما نحاولوا نحافظوا على داك الصبغه ديال الاونيك ولا ديال الوحيده في كل منتوج وفي كل منطقه. وهذا الشيء اللي جا به المغرب الاخضر. بالنسبه للصناعه التقليديه، لان الا هضرت هنا على الفحص انجرا، على وزان، على الشاون، معروفين بداك المنديل، معروفين بهذيك سميتو، ولكن كاين بزاف الناس اللي مازال كينتجوه بالطريقه القديمه.
الوغ الطريقه باش كيعيشوا الناس، الطريقه باش كنسكن، الطريقه باش غنحتاج هذاك المنديل ما بقات تبدلات. يمكن نحتاجو نعلقوا في الحيط، دونك خصني واحد الشكل، واحد العبار، واحد سميتو، ماشي ضروري خصني نشري فيه 3 متر على متر ولا شي حاجه. نقدر انا نشوف السوق مثلا كيطلب، نقدر انا لوطيلات يحتاجوه في جو سي با في دوك لي ناب ولا شي حاجه، يعني نقدر نطور المنتوج ديالي باش يواكب وهادشي اللي العصر. خصكم ديروا نتوما على مستوى مثلا، على مستوى الوكاله التنميه الاجتماعيه. هادشي اللي خصو يدار، خصو كل منطقه نشوفوا شنو هما لي برودوي اللي فيها التيغوار، نشوفوا شنو هي الخصوصيه اللي فيها، وننميو القدرات ديال الحرفيين والمنتجين ديال هادشي هذا في ديك البلاصه، في ديك هذا، ونقول لهم راه كاين، ها شنو كاين شي حاجه جديده، ها شنو الطريقه اللي تقدروا تخدموا بها جديده، تعطيو افكار جديده، لان هذه هي هذا راه خصك تخدمي معاهم على البرنامج ديال تقويه القدرات ديالهم، التكوين ديالهم باش يعرف كيفاش يخدم هذا الشيء الجديد الى غير ذلك. تعطيهم الاليات باش يعرف ينتج، لان ما نبقاوش نخدموا بالطريقه الدراسه القديمه. يمكن كاينين دابا اليات اللي تعاونوا، عوض ما يخدم واحد جوج مناديل في النهار يقدر يخدم حتى 20 او 30 منديل في النهار ويربح الوقت ويربح سميتو. وكما قلت نقد تكون دراسه ديال السوق وبحوث في هذا المجال هكا باش تقدري تزيدي تطوري الانتاج. الى دائما هذا البرنامج كما قلت لك كنخدموا على هاد ثلاثه ديال المحاور. بالنسبه حاليا اللي عندنا واللي نقدر نقولوا لك، وعندنا اتفاقيات الشراكه ما بين وكاله التنميه الاجتماعيه وما بين الجهه ديال طنجه تطوان الحسيمه. غنشتغلوا لان كانت المعضله الكبيره اللي كنا كنواجهوها مع التعاونيات ان عندهم مشكل ديال التسويق، وفكرنا على اساس اننا غادي ندعموا التعاونيات في التسويق الالكتروني. دونك كاين برنامج اللي غادي نديروا فيه التشخيص ديال جميع التعاونيات. عندنا تقريبا شي 2050 تعاونيه على الصعيد ديال الجهه، غادي نديروا التشخيص ديال دوك التعاونيات كاملين، غادي نكلاسيفيوهم، غيكون عندنا واحد التقسيم ديالهم حسب المستوى، لان كاين تعاونيات اللي المنتوج ديالها ما خاصو حتى شي حاجه، دونك خاصو غير كيفاش يبيعوا، كيفاش تعاونيه، على اساس ان تكون ديك لا بلاتفورم. غنخدموا على اون بلاتفورم ريجيونال اللي غادي نديروا فيه ديك المنتوجات ديالنا المجاليه اللي عندنا، وغنشوفوا مع الموزعين الى غير ذلك. غنخدموا على كل شيء، وكما قلت دائما برنامج تقويه القدرات فيه واحد الموديلات ديال كيفاش نصور المنتوج ديالي، لان كاين اللي ما كيعرفش غير يصور المنتوج. راه غير باش نصور المنتوج ديالي باش نقدمو خصني مجموعه ديال التقنيات، ماشي نشد المنتوج ونصورو ونحطو. راه انا عندي التخصص ديالي هو الاقتصاد، وعندي الماستر ديالي في الماركتينغ. كنعرف ان باش نصور، الى خدينا تجارب ديال ماكدونالد باش ندير داك التصويره ديال داك الماكدونالد اللي كيدار، راه بزاف ديال ايكيب كبيره اللي خدمات. جاو الناس ديال اللون خدموا على اللون، جاو الناس ديال الشكل خدموا على الشكل، جاو الناس ديال الكونتراست واش مضوي مزيان واش ما مضويش، يعني ايكيب وحده باش ناخذ تصويره وحده باش نصورها ونبارطاجيها. لان كندوز كنشوف ديك التصويره اوتوماتيكمون كتلقاني واقف في الطوموبيل وكنمشي نشري. دونك راه باش ناخذ غير التصويره خص هاد لي تكنيك، باش نبريزونتي المنتوج ديالي خصو دي تكنيك، باش نقدم المنتوج يعني غادي يكون تقويه القدرات في هذا المجال. كما قلت كاين غادي نشوفوا نفرقوا التعاونيات. هذه تعاونيه مازال بدائيه، مازال كتقاتل غير مع راسها مع الانتاج وحاصله مازال. يمكن التعاونيات اللي ما قداتش حتى لان فاش قلبنا كاين التعاونيات اللي ما قداتش حتى تواكب انها دوز من القانون القديم للقانون الجديد، مع العلم ان كيقول لك الا ما قديتيش كنتعطى ديسمبر 2019 هو اخر اجل. ولكن راه كاينين بعض التعاونيات اللي مازال الخبر ولا كاع ما قلت لك غادي نخدموا مع الشركاء. دابا التعاونيات باش نشرحوا للناس ان التعاونيه ما بقاش عندها داك الصبغه الاجتماعيه وصافي بحال الجمعيه، ولكن التعاونيات كاع ولا المجموعه ديال التعاونيات اللي كتنتج وعندها المواد اقتصاديه كتنتج وكتبيع وكتشري، راه هي ولات صنف من المقاوله وكنسموها المقاوله الاجتماعيه بالخصوص، وهي ولات كتديكلاري حتى هي كتديكلاري الضرائب ديالها، حتى هي راه كتخلص تيفيا كنظن ياك السي الحسين، هي بدات تخلص. اذا كاع التعاونيات اللي كيسمعونا دابا ولا اللي غادي يسمعونا ولات دابا عندهم الريجستر دو كوميرس ديالهم الى غير، لان الاشكال اللي كان التعاونيه ما كتقدرش تولج المارشي ديال الدوله او المارشيات اللي كنفرض انك تعطيني لا فاكتور، وباش تعطيني لا فاكتور خص يكون عندك ريجستر دو كوميرس وليدونتيفيكاسيون فيسكال الى غير ذلك. ديك الساعه كانت التعاونيات ما عندهمش هذا القانون الجديد ولا كيعطيها هذه الامكانيه. دونك التعاونيه تقدر تسوميسيوني في لي مارشي حتى هي بحال المقاولات، وتقدر تاخذ مارشي وتقدر تعطيك لا فاكتور بلي نورم اللي كيطلبوهم
الناس ديال الماليه الى غير ذلك. دونك بدات واحد النوع من الشكل من الاشكال ديال المقاولات اللي سميتو. من طبيعه الحال الفرق ما بينها وما بين الشركات الى غير ذلك هي ان عندهم التسيير والتدبير كيكون بطريقه اشتراك تجمع، يعني طريقه اونسومبل يعني تشاركيه، وتقسيم الارباح كذلك يقسموه تشاركي. كنخدموا مجموعين، كندبروا الامور ديالنا مجموعين، حنا كنتخبوا الرئيس، كنتخبوا الامين، كنتخبوا الكاتب العام، كنديروا الاجتماعات ديالنا، كنقرروا في الامور ديالنا مجموعين، وملي كنبيعوا وكيكون عندنا الربح راه كنقسموه مجموعين. دونك كيكون عندك صبغه تضامنيه، صبغه اجتماعيه. الشركه لا، كيكون السيد هو مول الشقاره، غتجيب الناس نخدمهم عندي، كنخلصك مقابل الشهر، ولكن الربح والقرارات وكل شيء هي ديالي. هذا هو الفرق ما بين التعاونيه وما بين الشركه. لان هذاك الجانب التضامني مزيان، لان ما كيكونش الاستغلال، ما كيكونش الاحتكار، ما كيكونش انك تخدم ولا نجري عليك الى غير ذلك. حنا كنخدموا في ظروف انسانيه، والربح كنقسموه بطريقه عادله على حسب الاسهم وعلى حسب كيفاش هما حتى هما كيكون عندهم الستاتيو ديالهم ولا القانون الاساسي ديالهم، واللي كيفرقوا فيه شحال كل واحد شحال عنده في المعاملات ديالو، شحال عنده في المعاملات ديالو، البورسونتاج ديالو. هاد المعلومات كامله الا مشينا عند وكالات التنميه الاجتماعيه في اي منطقه غادي نلقاوها. اي منطقه فيها وكالات التنميه الاجتماعيه. كاين وكالات التنميه الاجتماعيه على مستوى الجهات. عندنا وكالات التنميه الاجتماعيه عندنا على الصعيد الجهات، الحقيقه ما عندناش في الاقاليم كلها، عندنا على الصعيد الجهات. دونك عندنا 12 منسقيه جهويه، وعندنا بعد لي زانيكس، لان الا عرفتي وكاله التنميه الاجتماعيه كانت عندنا 16 منسقيه جهويه في التقسيم القديم ديال الجهه. دابا في الجهويه الموسعه ما بقاش عندنا 16، ولات عندنا 12. دونك اللي دار هي ان دابا مشينا على حساب التقسيم الجديد ديال الجهات. دونك ولات عندنا 12 منسقيه جهويه، ولكن اللي كانت عندنا فيها منسقيه بحال الحسيمه، لان المنسقيه كانت جهه الحسيمه، وكانت الجهه ديال تازال الحسيمه تاونات. هذاك المكتب اللي عندنا في الحسيمه بقى. دونك عندنا دابا منسقيه جهويه ديال جهه طنجه تطوان الحسيمه، وعندنا ملحق في الحسيمه كيشتغل في الاقليم ديال الحسيمه. السي الحسين، التعاونيات دابا اللي باغيين يستافدوا من من الادماج الاجتماعي ولا من هاد البرامج ديالكم، وبعادين بزاف على لي سونتر ديال لي ريجيون ديال هذا على الجهات، على المكاتب ديالكم، كيفاش يقدروا يتواصلوا معكم؟ واش كاين ارقام الهاتف ديالكم؟ واش يقدروا يتواصلوا معكم عن بعد وتمشيو عندهم نتوما سور بلاص، يعني البلاصه ديالهم؟ واش تقدروا ديروا معهم الخدمه عن بعد؟ واش عندكم هاد الطريقه هذه، ولا شنو خصو يدير الا ما كانش هو في الجهه ولا ما عارف شنو يدير؟ راه ما اتفق معك. الا يقدر كاينين ارقام ديالنا راه كاينه. كنهضر على المغرب كله، ما كنهضرش غير على الحسيمه. لا، كنهضر على المغرب كله. غتلقاي المنسقيات كاملين، غتلقاي المنسقيه المسؤول ديالو، التليفون ديالو الى غير ذلك. دونك يمكن يكونتاكتيه، يشرح له، يناقش معاه، يشرح له المشروع ديالو شنو الى غير ذلك. يعني ممكن يخدموا بعد. اصلا الرئيس كانت فيها هذه القضيه هذه. دونك لان بالنسبه للوكاله اللي ما كملتلكش ما عندهاش موظفين، فاش جات الوكاله جات بواحد التقسيم جديد، بواحد التركيبه جديده ديال العناصر البشريه ديالها. انا ماشي مدير، منسق، والاوتور ماشي موظفين، وكيل التنميه، ديزاجون دو ديفلوبمون. داكور. يعني بالنسبه للخدمه ديالو ماشي موظف، ماشي غادي يجي يجلس في البيرو. الخدمه ديالو خصو مع الناس، خصو كيفاش يواكب الناس. الا عقلتي راه كانوا عندنا اوتور اللي في الجامعات المحليه. فاش كنا كنخدموا على بلوك ديفلوبمون، كان اوتور في الجامعه وكيتنقل ما بين 3 أو 4 ديال الجامعات بالبيسي ديالو، بالتليفون ديالو، وكيخدم مع الناس في يعني هذه القضيه بالنسبه للوكاله الاجتماعيه ما كاينش مشكل. نقدر نصيفطوا الطلب الى غير ذلك، يعمروا الى غير ذلك. وضي وكاله التنميه الاجتماعيه طريقه الاشتغال ديالها ضروري خصنا نديروا الزياره. عندنا مجموعه ديال الزيارات الميدانيه. هذه ما يمكنش يكون مشروع الا ما درناش زياره ميدانيه، الا ما اجتمعناش مع لي كونسيرني بلو بروجي الى
نمشيو نعم. في جميع اذا بالنسبه لوكاله التنميه الاجتماعيه تقدروا تواصلوا معهم. يكفي انك طابي غير وكاله التنميه الاجتماعيه في جوجل، غيعطيك ولا غيعطيك جميع التليفونات ديالهم في جميع الجهات، ولا ديال مثلا ديال الدار البيضاء ولا ديال فاس ولا ديال محنات ولا ديال طنجه، ولا غيخرج لك جميع المعلومات كيفاش تواصل يخرج لك معهم. جميع المعلومات، وغيخرج لك التليفون الفيكس، وغيخرج لك التليفون ديال المسؤول. كما قال سي الحسين، اكثر من هذا، كما لان قال سي الحسين في جات ممكن كاينين لي زاجون ولا الوكلاء ديالهم ما كيجلسوش في البيرويات، ولكن كيتنقلوا. يعني ممكن يجي عندك سور بلاص، يكفي انك تشرح له شنو هو المشروع ديالك والخدمه ديالك وشنو باغي بالضبط، وغيجيو عندك سور بلاص يديروا معاك اجتماعات، ويقدروا تبداو الخدمه. ما ديك سميتو نمشيو دابا لان الوقت ضيق، نمشيو مباشره للمغرب مبادره سي الحسين. اوكي. دونك كما قلت بالنسبه للمحور ديال لانسيرسيون سوسيال بار ليكونومي، كاين البرنامج التثمين اللي شرحته اللي كيستهدف اكثر التعاون. غير قبل ما ندوز بالنسبه في هذه الوقيته ديال الجائحه، اذا لاحظتوا راه كيدوز في التلفازه، كيدوز في القناه الاولى وفي الدوزيام، ان وكاله التنميه الاجتماعيه، لان كنا كنقولوا بيع منتوج ديالك وانت في دارك. وطلقناها للتعاونيات كاملين على الصعيد الوطني، اللي عنده منتوج ديالو موجود راه ممكن يدخل. راه كاين في الوكاله الاجتماعيه راه وزعناها تقريبا على الجميع ديال التعاونيات، انه اللي بغى كيسجل معنا وكيتصلوا به الاخوان، وممكن يحط المنتوج ديالو وكيناقشوا معاه الناس اللي كيجريو ديك البلاتفورم على الاثمنه وكما قلت التصويره الى غير ذلك ديال المنتوج ديالو. وهما كيتكلفوا بالمستهلك اللي باغي راه كيتكلفوا باللي كيطلب المنتوج، وكيتكلفوا بالموزعين اللي غادي يجي عندك حتى فين ما كنتي، يقول لك انا محتاج شحال وكياخذوا من عندك وكيدير. دونك حتى هذه فين يقدر يسجل سي حسين؟ فين يقدر يسجل؟ ما عرفتش واش نقدر نقول سميتو. تفضل. اذا كما قال سي الحسين انه بالنسبه للتعاونيات دابا حاليا يقدر المنتوج ديالهم يتسوق. دابا كاين واحد لابروش ولا واحد المقاربه جديده اللي كيديروها على المستوى ديال الوكاله على المستوى الوطني، باش انت عندك منتوج مثلا ديال الزيت ديال الكوسميتيك ولا اي منتوج اخر فلاحي ولا اي منتوج كما بغى يكون ديال لي برودوي تيغوار، ولا تقدروا انكم تسوقوه مباشره، يسوقوه لكم ويدبروا لكم على اللي غادي يشري الى اخره. يكفي انكم تتصلوا ولا يكفي انكم تسجلوا في واحد لا بلاتفورم ولا واحد البلاتفورم بحال شي سيت ولا بحال موقع الكتروني ولا بحال واحد اللائحه اللي غادي يتصلوا بكم من بعدها وغادي تعطيوهم المنتوج ديالكم شنو هو المعلومات عليه، شنو هما واش عندكم التصاور ديالو، ولا هما كيجيو يصوروا لكم المنتوج ديالكم الى اخره. سي الحسين الا ما كانش دابا نقدروا من بعد نحطوا انا نقدر نعطي الناس الهاتف ديالي، يوتيوب. واللي باغي يقدر يتصل بيا، ولا ديك الساعه نقدر نواكبوا باش انه يدير واخا قول لنا التليفون سي الحسين. 06 ما كنسمعوكش مزيان. 06 تسمعيني دابا؟ 61 نعم 35 35 54 4 06 61 35 54 79 هي هذه. ولا يدير www. ads.hop اللي بحال كوبيراتيف سي او بي دوزو كوبس كلوب، بحال قلتي كوبيراتيف كلوب ديال لي كوبيراتيف كوب، يعني سي دوزو بي اس كلوب .org. صافي هذا هو باش نتواصلوا معك سي الحسين، واللي بغى شي معلومات اخرى يتواصل معك، وخصوصا على المستوى ديال الجهه ديال حسيمه طنجه تطوان وحتى الجهات اخرى تقدروا تواصلوا مع السي الحسين، وهو يقدر يعطيكم لاكسي للكونتاكت ديال الجهات اخرى او المنسقين ديال الجهات الاخرى ان شاء الله. غير باش كنسهلوا الكونتاكت وهذا. شكرا بزاف سي الحسين. نهضروا دابا على المغرب مبادره سي الحسين.
اوكي. دونك هذا جانب ديال بالنسبه للجهات. دونك راه حنا فرقناه على المصالح ديال مكتب التنميه التعاون، وعلى من تقريبا شي 200 تعاونيه اللي صيفطنا هذاك الوليان. وكاين حتى واحد الفيديو كنشرحوا فيه كيفاش يدخل، كيفاش يعمر، كيفاش يسجل التسميه ديالو الى غير ذلك. وقلنا اللي ما قدرش راه اللي اكثر من هذا كاع باش يعيط للرباط مباشره، والناس اللي سميتو راه كيدوز في الاذاعه والتلفزه. نعم البال راه كيدوز في التلفزه، دايرين السيت ويب اللي قلت لك، ودايرين التليفون. حتى ذاك التليفون ممكن يسجلوه وممكن يعيطوا، غيعيط نيشان على الناس اللي عندنا في الرباط اللي هما كيجيريو هذيك البلاتفورم. اذا كما قلت لك بالنسبه للبرنامج الاول هو نستهدفوا به اشكال تنظيميه من تعاونيات اتحادات ديال التعاونات الى غير ذلك. ثم البرنامج اللي سميناه برنامج مغرب مبادرات اللي كنستهدفوا به اشخاص ذاتيين، خاصه حاملين ديال افكار المشاريع ديال المقاولات الصغيره او الصغيره جدا. بالنسبه لهذا البرنامج، هذا البرنامج فيه 3 ديال المكونات الا بغيتي تقول. المكون الاول مغرب مبادرات. دابا كنهضروا على برنامج ديال مغرب مبادرات اللي الهدف ديالو كما قلت هو التشجيع ديال خلق المقاولات الصغيره والصغيره جدا. دونك اي شاب، اي واحد غير يكون من الفئه الهشه، لان حنا الفئه اللي كنستهدفوها هي الفئات الهشه، هي اللي ما عندهاش القدره انها تولج للقطاع البنكي او لا الميكرو كريدي. الناس اللي عنده القدره انه يمشي للبنكه، هذاك راه كيمشي كيحط الدوسي ديالو كيدافع عليه وممكن ياخذ ان كريدي في سميتو. دونك غير لان البرامج ديال لاتيس كلهم كنستهدفوا بهم الفئات العشره، الفئات اللي ميسره واللي لاباس عليها، هذوك راه الله يسهل لهم. لان حنا الاوبجيكتيف كما قلت اوبجيكتيف اجتماعي اكثر من ما هو اقتصادي، لان برامج راه كاين برامج قطاعيه. الفلاحه راه عندها برامج اللي كتستهدف القطاع، كتستهدف الفلاحين من الفلاح الكبير حتى الفلاح الصغير. لا ميمشوز بالنسبه لجميع القطاعات. حنا بالنسبه للوكاله كنمشيو لديك الفئه الهشه اللي ما كيقدوش يمشيو لا لهادي لا لهادي لا لهادي، نحاولوا ندعموهم ونوقفوهم باش ياخذوا الحظ ديالهم، ونحاولوا تكون واحد العداله في التوزيع ديال الثروه، وواحد العداله المجاليه والعداله الاجتماعيه. دونك بالنسبه لهذا البرنامج كيوفر 3 الخدمات: المواكبه قبليه ديال المقاولين الصغار لخلق المقاوله. دونك كيكون واحد الشاب عنده فكره ديال المشروع، كتكون عندنا واحد المنصه، البلاتفورم اللي كنتي كتقلب عليها دابا هي منصه اللي فيها مجموعه ديال الاطر اللي كيستقبلوا هذاك الشاب وكيناقشوا معاه الفكره ديالو ديال المشروع. غير اللي خص يفهموا الشباب، ماشي كل فكره ديال المشروع فهي مشروع، لان كاين افكار اللي مجرد احلام، ولكن الواقع حاجه اخرى. وملي كنهضر على المقاوله يعني حنا كنهضروا على واحد الجانب اجتماعي، ولكن هو راه كيواجه السوق. وملي كتواجه السوق راه خصك تكون ضابط وعندك الالمام بالجميع. الحاجه الجوجه اللي بغيت نركز عليها ومن التجربه الحقيقه وكخلاصه ديال هذا الاشتغال ديالي، ماشي كلشي الناس يقدروا يكونوا مقاولين. كل واحد شنو عطاه الله في الشخصيه ديالو. اللي قد يلعب الكره كيلعب الكره، اللي يقدر يدير المقاوله والمبادره الفرديه راه كتلقاه في الشخصيه ديالو. وكاين اللي يقدر يخدم كموظف، كاين اللي كمثقف. يعني ما ندبسوش مع روسنا. انا ماشي مقاول، راه ماشي مقاول، واخا تعطيني الفكره وتعطيني الفلوس وتعطيني كل شيء، راه ما غاديش ننجح في المقاوله. وكاين اللي ما تعطيه حتى شي حاجه وهذا هو المقاول، لان عنده روح المبادره وعنده روح المغامره. هذا راه من والو كيقدر يدبر على راسو ويدير وكيدير مشروع. غير باش لان شنو اللي كيوقع هاد البرامج اللي تلقات الدوله كاملين، غير كنسمعوا برنامج فيه المقاول كلشي جاي، كلشي كيقول لك انا مقاول، كلشي بغيت ندير المشروع. ملي كتجلسي راه كاين اللي ما عندوش حس، ماشي عيب، ماشي ضعف. كما قلت كل واحد التربيه ديالو، كل واحد الشخصيه ديالو كيفاش تكونات، وكل واحد نقاط القوه ديالو، وكل واحد نقاط الضعف ديالو. وكاين اللي ما عندوش هذا الاخر ديال انه يقدر يكون مقاول. دونك لي كا حنا كنواكبوا ذاك الشاب
اللي كتكون عنده الفكره المقاوله حتى كتكون عنده المقاوله. دونك كيتم الاستقبال ديالو، التوجيه ديالو، المواكبه ديالو، حتى كيكون عنده اللي كيسمى يعني دراسه الجدوى ديال المشروع ديالو، حتى كيكون عنده ان بيزنس بلان ديالو، كيكون عنده مشروع بلي نورم ديالو. الخدمه الثانيه اللي كيقدمها هذا البرنامج هو قروض شرف، كنسميوهم قروض شرف بدون ضمانات وبدون فوائد. يعني المشروع البيزنس بلان ديالو كيحدد القيمه ديال المشروع ديالو، دونك كيتعطاه بالنسبه للمبالغ ما كنفوتوش 80,000 درهم. كنخدموا مع المقاولات الصغيره والصغيره جدا، دونك 80,000 درهم بدون ضمانات، لان البنك الا بغيتي خصك تاخذ لك ضمانات باش تاكد ان الا ما رجعتيهاش القرض باش دونك حنا الضمانه الوحيده اللي عندنا هنايا هي المشروع، هي المواكبه ديالو، واننا كنكونوا درسنا مع هذاك الشاب المشروع ديالو من احسن زيد، دونك الضمانه ديالو هي ان المشروع غادي ينجح. ثم كتكون المواكبه بعد الخلق ديال المقاوله، ماشي السيد كيخلق المقاوله كنعطيه المساهمات الماليه وكنسمحوا فيه، كنواكبوا واحد المده ديال عام او ديال عامين حتى كيوقف على رجل. لان كتعرفي الاشكاليه الكبيره ديال المقاولات هي ماشي خلق المقاولات، هي الاستمرار في السوق، لان المحيط اللي كتشتغل فيه المقاوله المغربيه بصفه عامه ماشي سهل، ماشي ما رحناش في الدول المتقدمه اللي كتلقاي الظروف وداك النسق فين كتشتغل المقاوله واضح. حنا كاين بزاف ديال خصك سميتو، لهذا كنخدموا بما يسمى بالاحتضان، كيكونوا يعني اللي كيحتضنوا هذا المقاول. هذا المقاول علاش كنقول لك كنخلقوا واحد المنصه، واحد البلاتفورم، اولا كتكون بحال الجمعيات كنسميوهم جمعيات المغرب المبادرات. هذيك الجمعيات كيكون فيها القطاع الخاص، خاصه كنحاولوا نشوفوا دوك الشركات او المقاولين المواطنين اللي كيقول لك انا ما عنديش مشكل، مستعد نعاون لي شون ولا شي حاجه اللي باغيين كيحتضنوا، يعني كيقدر يعطيه واحد شي شويه الوقت من عنده، يقدر يشرح له القوالب ديال السوق. انا خدام في الخشب مده، او خدام في القطاع الصناعي، او في هذا القطاع، انت بغيتي دير المشروع ديالك كنعرف نقول لك اودي ها فين ديرها فين، لان شي مرات كديري الدراسه وكتشوفي الدراسه مخيره يعني علميا مزيانه، ولكن ملي كتدخلي للسوق كتفهمي القوالب ديالو، كتفهمي كيفاش كيتمشى داك الشيء، كتفهمي كيفاش. دونك شي واحد اللي مارس وخدم في هذاك المجال كيحاول يحتضن داك الشاب، كيقول لك نقدر نعطيه واحد 3 السوايع في السيمانه نجلس معاه نشرح له او الى غير ذلك، نقدر كاع نسوتريتي معاه. كاينين الشباب اللي كيلقاه مزيان وضابط، مثلا هذوك الناس اللي عنده الدبلوم مهني في شي حاجه حرفه، كيعرف يدير الكهرباء او كيعرف يدير التنجيط او كيعرف كذا، يقدر هو يقول له هذاك يقدر يسوتريتي معاه، يعطيه ان بون كوموند او يعطيه شي حاجه ويقول له في هذه البدايه انا نواكبك والله خدم باش دير واحد سميتو. دونك كما قلت كنوفروا ثلاثه الخدمات، دونك مواكبه قبل، وهذا القروض الشرف، ثم المواكبه بعد عبر المقاربه اللي كتسمى الاحتضان. تقريبا هذا هو اللي كيوفر المغرب مبادرات. بالنسبه للمغرب عندنا 20 بلاتفورم في المغرب تقريبا. كل اقليم، مثلا نعطي لوكا ديال عندنا في الجهه ديال طنجه تطوان الحسيمه، عندنا في طنجه وعندنا جمعيه كتسمى جمعيه طنجه مبادره، وهي اللي دونك عندنا اتفاقيه شراكه، حنا كنعطيوها ذاك القدر المالي ديال التسيير وسميتو كتكون المواكبه ديال الوكاله التنميه الاجتماعيه، وكنشتغلوا مع الشباب. في البدايه كنا استهدفنا الاقليم ديال طنجه والاقليم ديال فحص انجا، ثم عندنا نوتر بلاتفورم في الاقليم ديال العريش اللي كتسمى العريش مبادره. عندنا وحده اخرى في وزان في شاون اللي عاد راها تخلقات هذا العام خلقناها قبل من الكونفينمون. للاسف كنا الجمع العام والتاسيسات الى غير ذلك كانت في مارس، من بعد جا هذا الحجر دونك ما قديناش، ولكن ان شاء الله مباشره مورا الحجر دونك غادي نشتغلوا مع هذه الجمعيه ديال شاون المبادره، على اساس ان غيكون ابيلا مانيفيستاسيون ديال الشباب اللي كيشتغلوا او الحاملين المشاريع في الاقليم ديال شفشاون، على اساس انهم ممكن يبريزونتيو المشاريع ديالهم. ثم عندنا الحسيمه مبادره اللي خلقنا الجمعيه ديال الحسيمه مبادره، ولكن للاسف ما قدرناش نفعلوا البرنامج
لان جا البرنامج ديال الانطلاقه. دونك السيد العامل هو كان اقتضى كيقول لك اننا بلاتي. دونك كاين هاد تقريبا زعما كاين هاد لي برودوي اللي كتعطيهم برنامج الانطلاقه ديال سيدنا واللي كان واقف عليه الى غير ذلك. دونك هو زعما بحال قال لك نصبروا بلاتي حتى نشوفوا التجربه ديال الانطلاقه مع البنوك الى غير ذلك، ومن بعد نفعلوا ان شاء الله البرنامج. نتمنى ان مباشره بعد الحجر نفعلوا كذلك البرنامج ديال حسين ومبادره. بالنسبه للاقاليم اللي ما عندناش فيهم بحال تطوان، بحال مضيق الفنيدق، بحال وزان، فخدمنا مع طنجه مبادره على اساس ان طنجه مبادره دابا انطلاق عن طريق طنجه مبادره كنخدموا في هذه الاقاليم اللي ما فيهمش، ريتما اننا نقدروا نديروا فيهم كذلك برامج ديالهم. هذا هو تقريبا اللي كاين بالنسبه للبرنامج. المغرب مبادره هي برنامج الدعم عبر منح مجموعه ديال القروض شرف كما قلتي، ما فيهاش لا ضمانات وما فيهاش لي زانتيري او لا الفائده، نسبه الفائده ما فيهاش الفوائد. يعني كتعطيك 8 ديال المليون سنتيم، كتخدم نتايا على شحال من مده باش نرجع القرض، على شحال من مده تقدر تمشي حتى ل 3 سنين. كنعطيك اون بيريود دو غراس، يعني واحد المده فارغه. هذيك المده سا ديبون على كل مشروع ومشروع. كاين مشروع اللي ممكن يبدا ينتج من غد ليه، دونك تقدري ديري معاه واحد شهرين ما يردش، الشهر الثالث يبدا يرد. وكاين المشاريع سا ديبون على المشاريع، لان كاين المشروع اللي يقدر من اليوم تعطيه الاخر يشري الامور ديالو تغط ليه يبدا يخدم. دونك هذا كتصبري معاه واحد الشهرين على ما يتحرك عليه، الشهر الثالث كيبدا يرد. وحتى المبلغ اللي غيردو سا ديبون على دراسه الجدوى. ما يمكنش نطلبوا السيد يرد هو ما كيربحش داك الشيء، دونك كتشوفي شحال كيربح، كتخلي له واحد البارتي ديالو هو، اون بارتي ديال الرودمون ديالو، واون بارتي هي اللي كيبدا. الوغ بالنسبه للمغرب مبادره كما قلت في عنده بزاف ديال الفروع ديالو واللي كتسمى بحال جمعيات ولا منصات ديال المغرب مبادره. وفي كل مدينه هي في القانون، يعني الا بغينا نقولوا القانون اللي كينظمها هو القانون ديال الظاهره ديال الحريه العامه، هي جمعيه. غير جمعيه يكون فيها 80% قطاع خاص، وفيها القطاع العام، وفيها المؤسسات اللي كتساهم فيها المؤسسات اللي كتساهم فيها تقريبا كنشوفوا كاع المؤسسات اللي عندها علاقه بالمقاولات الصغيره والصغيره. دونك غالبا في المجلس الاداري ديال هذيك الجمعيه كتلقاي فيها عندنا معنا لانابيك كشريك تما، عندنا المركز الجهوي للاستثمار شي مرات كيكون معنا فيه، عندنا لو في بي تي تي، عندنا الغرف شي مرات الغرف المهنيه او القطاعات كذلك الانتاجيه كيكونوا معنا في المجلس الاداري. غير الشرط اللي كيكون فيه هو ان المكتب التنفيذي يكون كله من القطاع الخاص. نعم كله من القطاع الخاص. نتمنى يكونوا فهموا الناس بزاف هذه القضيه هذه. المغرب مبادره واحد الفرصه كبيره بزاف باش كشاب ولا كشابه يلاه بغيتي تبدا بواحد لاصوم صغيره ولا بواحد الثمن صغير ولا بواحد الميزانيه صغيره، مشروع ديالك من الصفر كيعطيك واحد 8 ديال المليون سنتيم، هذا الماكسيموم ديال الاخر. وكل مشروع على حساب شحال غادي تجي في الميزانيه ديالو العامه باش يبدا باش يديماري. بالنسبه للسويفي ولا المواكبه والتتبع ديال لا دي اس ديال الوكاله كتكون من الاول. يعني انت كشخص باقي الله عندك فكره في مشروع ولا مجموعه ديال الافكار، كتقدر تتصل بهم تقول لهم انا راه عندي مجموعه الافكار، كيشوفوا معك الفكره او المشروع اللي هو واقعي. كما قال سي الحسين راه ما يمكنش اي مشروع يقدر يكون في لونطوراج ديالك، بالخصوص في المنطقه فين كاين. كيخصك تبني المشروع ديالك على حسب لو بوزوان اللي كاين ولا على حسب الخصائص والحاجه ليه في الواقع ديالك، ماشي تجيب لي شي مشروع اللي ما غينجحش نهائيا فهذا كتحكم عليه بالفشل. سي الحسين حديوي شكرا بزاف على بغيت نضيف واحد الحاجه، هي ان هاد لي بلاتفورم تقريبا عندنا اتفاقيات مع المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، والاغلبيه ديال البرامج من عتي العريش عندنا اتفاقيه مع الاتفاقيه. دونك كاين حتى الفلوس ديال المبادره الوطنيه للتنميه البشريه معنا في البلاتفورم، اضافه للمساهمه ديال الوكاله كاين مساهمه ديال المبادره. بالنسبه لطنجه كذلك، طنجه راه قدينا نوصلوا 50 مستفيد، يعني الفلوس ديال الوكاله بالاضافه للفلوس
المبادره الوطنيه للتنميه البشريه. وعلى فكره بالنسبه للمبادره الوطنيه البشريه راه عندهم محور ثالث خاص بتحسين الدخل ديال الشباب. راه هذاك ماشي كريدي دي دون ما كيردش سوبونسيون بحال فوالا هبه بحال دي سوبونسيون. لا ميم شوز بالنسبه للشاو المبادره هي اللي غتسير المشروع الوكاله التنميه الاجتماعيه، وكذلك ديال المبادره الوطنيه البشريه في سميتو. وراه غادي تكون واحد المنصه تما اللي خلقها المبادره الوطنيه في هذا المجال، راه غادي تكون هي اللي كتجيرها نفس بالنسبه لوزان كما قلنا. دونك طنجه مبادره هي اللي كتشتغل فيهم. بالنسبه لفحص انجره اتفاقيه مع المبادره، وكيكون التنسيق. يعني شي مرات كتلقاي الشاب يمكن عنده المشروع، كتلقى مثلا باقي 10 المليون، تقدر المبادره تعطيه 5 المليون كسيبونسيون، والمبادره المبادره كيعطي واحد 20,000 درهم ولا 30,000 درهم كقروض للمشروع، اضافه للمساهمه ديال اذا كيكفي حاجه اخرى. حاجه اخرى اللي بغيت نقولها بالنسبه لوكاله الاجتماعيه، بالنسبه لهذه الجائحه، لان خدمنا مع بزاف ديال لي جون، وفي هذا درنا دابا حنا كنحاولوا نخدموا معاهم وكنديروا معاهم واحد دياغنوستيك شنو لامباكت ديال هذه الجائحه ولا ديال هذا الحجر على الانشطه ديالهم. لان كاين مقاولين اللي توقف ما بقاش كيدير حتى حاجه، كاين اللي توقف جزئي. دونك راه حنا كندرسوا معاهم، يمكن حتى هادو غادي نعاونوهم. راه حنا كنخدموا في واحد البرنامج، لان هذوك الجمعيات ديال هذوك لي بلاتفورم ديال المغرب مبادرات، عندنا ما يسمى بشبكه المغرب. تخلقت شبكه المغرب للمبادرات، يعني شبكه اللي الزهر اللي عندنا هو ان الرئيس الشبكه هو الرئيس ديال طنجه مبادره. تقريبا راه حنا دابا يعني الشبكه ديال المغرب مبادره كنجريوها للرئيس ديال طنجه مبادره. دونك راه معنا، والشبكه غادي هي اللي كتواكب هذوك لي بلاتفورم. حنا بغينا نمشيو في ذاك الاتجاه ديال، لان البرنامج تقريبا غادي مواكب مع بحال فرونس انيسياتيف. كاين برنامج ديال فرونس مواكبه، وملي كتشوفي برنامج، لان البرنامج ديال فرونس انيسياتيف فيه شي 400 ديال البلاتفورم، وعرفتي الجمع العام ديال الريزو ديال فرونس انيسياتيف شي مرات كيحضر له رئيس الدوله، لان المستفيدين والعدد اللي كيستافدوا الى غير ذلك عدد كبير. يعني عنده واحد لامباكت، واحد التاثير قوي في هذا الجانب ديال المقاولات الصغيره جدا، الاقتصاد الوطني ديال فرنسا، الاقتصادي ديال فرنسا. كما قلت راه في الاجتماعات ديالهم يقدر يحضر له وزراء الى غير ذلك. دونك نحاولوا حتى في المغرب كما قلت دابا كاين الشبكه، هذيك الشبكه اللي حاليا كما قلت تقريبا راه حنا وصلنا 22 بلاتفورم عندنا في المغرب كامل، وكاينين دي بلاتفورم اللي عندهم صبغه جهويه. بحال الشرق، تما الشرق مبادره، يعني الشرق كتخدم على الاقاليم كلها، وعندها اتفاقيه مع الجهه اللي فيها الحقيقه. ملي كنمشيو لعيون مبادره وداخله مبادره راه سي لا ميم شوز، وهما عندهم دي مونطون بارت خاصه في الجنوب، لان كتجي ساهمات معهم مبالغ كبيره. يعني نتمناو اننا نحققوا شي حاجه في الاطار ديال هذا، لان عندنا يقين ان ما يمكنش نطوروا الاقتصاد ديال البلاد من غير الاقتصاد، من غير المقاولات الصغيره والصغيره جدا، ومن غير اننا نعطيو فرصه. لان كاين مشاريع مخيره، كاين مشاريع مزيانه ديال الشباب اللي طموح وعنده الافكار ديال المشاريع، ولكن ما عندوش اللي يستقطبوه، شكون اللي يسمع له، شكون اللي يعاونو، شكون اللي يعطيه المعلومات. كنعرفوا البنكه كيفاش كترياجي، انها خصك ضمانات، خصك هذه، خصك هذه. دونك حاولنا نخلقوا هذا المنصه ولا هذا البلاتفورم اللي فيه واحد النوع ديال اتفاقيات الشراكه ما بين القطاع العام والقطاع الخاص. لان كاين القطاع العام كما قلت معنا مؤسسات تقريبا كاملين اللي كتواكب وكتساهم سميتو، وكاين قطاع خاص كذلك، خاصه قطاع خاص اللي عنده ديك كنسميهم لي زاغريغاتور لوكال اللي كيكونوا كيعاونوا المقاولات الصغرى جدا، ولا حتى داك اصحاب المشاريع. انا نفضل نسميهم دي سوسيتي سيتويان، لان هذاك عنده الحس المواطن وباغي يعاون. لان لا بريبار راك عارفه الشخص في البريفي ولا في القطاع راه كلشي عنده حساب، راه يجلس معاك 3 السوايع 4 السوايع، هو راه عنده فلوس. راك عارفه
البيزنس كيقول لك تايم از موني دونك، ولكن ملي كيجي ويجلس معاك ويعطيك الوقت ديالو الى غير ذلك، فهذا راه كيعاون هذوك كيساهم الشباب اللي طبعا. باغيين يديروا مقاولات باش حتى هما يساهموا في. طبعًا إذا حنايا يكفي أن الإنسان ديما هذه نصيحة كنعطيها ديما للشباب، ديما للأشخاص واخا في العالم القروي دابا كلنا عندنا التليفونات وعندنا كلنا الفيسبوكات وعندنا لي ريزو سوسيو، يكفي أنك تهز التليفون ديالك وتعيط. كاينة الوكالة التنمية الاجتماعية، كاين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، كاينة على مستوى جميع العمالات والولايات ديال الجهات، يعني في المقرات ديال العمالات في الولاية كتلقى المقر ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية غالبًا. ويكفي انكم تتصلوا، يكفي انكم تقلبوا وتهضروا مع هاد الناس واخا هما ما قرابينش ليكم، تقدروا تقربوا، لان دابا حنا في واحد المجتمع قريب بزاف بلي ريزو سوسيو بلي سمارت فون بهذا. ما الانسان ما يعقلش والانسان ديما يقلب ويدق بيبان. حنا كنعطيوكم المعلومه. سي الحسين حديوي كان بين الاشخاص ومن بين لي زيكسبير ومن بين الادارات ولا المنسقين ديال الاداره وطنيه وجهويه اللي بغى يعطينا شويه من الوقت ديالو باش يشرح لكم هذا الشيء في البيزنس بالدارجه، نقرب لكم المعلومه، ما تبقاش يحكر غير على الفرنسيه واللونجلي ولا الاسبانيه ولا شي لغات اخرى. بغينا اللغه ديال البيزنس في البلاد ديالنا تكون اللغه ديال الدارجه. علاش لا؟ لان حنا كنا كنهضروا بالدارجه، واخا اللي كيهضر بالفرنسي بزاف راه ما الا مشى عند الوالدين ديالو ولا عند العائله ديالو كيهضر غير بالدارجه. شكرا بزاف سي الحسين حديوي. نبغيك تقول كلمه اخيره من بعدها نساليو اللقاء ديالنا المباشر. في الختام كنبغي نشكرك، نتمنى ان المستمعين او المشاهدين يكونوا استفدوا، نكون درت شي قيمه مضافه عندهم على اساس انهم يحاولوا يفهموا البرامج، وقربت البرامج ديال وكاله التنميه الاجتماعيه وكيفاش يستافدوا منها، وكيفاش ان هذه المؤسسه كتحاول تساهم بقدر المستطاع في التخفيف من حده الفقر والهشاشه اللي كتعيشها البلاد ديالنا، ونكون ان شاء الله عند حسن الظن ديال جميع المغاربه اللي كتشتغل معاهم. وشكرا مره استاذه ياسمين. شكرا بزاف سي الحسين حديوي، شكرا لكم بزاف على المتابعه ديالكم، وان شاء الله نتلاقاو في اللقاء ديال غدا اللي غادي يكون مع الوكاله الوطنيه لانعاش المقاولات الصغرى والمتوسطه بالمغرب، اللي عاوتاني غنهضروا فيها على مبادرات، على مجموعه ديال برامج الدعم والمواكبه من هذه الوكاله هذه اللي تابعه لوزاره التجاره والصناعه والخدمات والاقتصاد الرقمي. ان شاء الله يا ربي نكونوا خفافين عليكم وتستافدوا مزيان من هذا اللقاء المباشر، وان شاء الله حتى نلتقي غدا. والسلام عليكم.